Welcome back to another episode من خط مستقيم. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا على فكرة الفريندشيب والدوائر، وقلنا ازاي ان الفريندشيب دي كانت حاجة علاقة، يعني العلاقة بيننا وبين نفسنا، بيننا وبين السبيشال بارتنر، بيننا وبين فريندز والدوائر وبيننا وبين ربنا. وكنا عن الموضوع على very broad perspective. فحسيت بقى ان احنا محتاجين، بما ان the very core of this program اصلا is ان احنا نحاول نقرب الموضوع اكتر ونفصصه زياده ونوصل الناس فعلا من نقطه لنقطه بطريقه عمليه ودايركت، ان احنا نمسك بقى فكره. طيب والله بعد ما فهمنا الكونسبت ده نطبقه ازاي بقى، the how، نديك deeper in the how. فبالتالي عملنا الابيسود دي تاني برضو مع الجميله ساره محسن، علشان نبتدي نتكلم على فكره الاختيار. نختار ازاي؟ طبعا كونسبت الاختيار نقدر نطبقه على اي حاجه. هختار what's best for me، دايرة أنا وأنا. هختار اللي يصلح علاقتي أنا وربنا إزاي. الاختيار أنا والothers دي بقى قلنا إحنا دواير. هنركز أكتر على فكرة اختيار البارتنر، ولكن احنا نقدر برضو ناخد نفس الكونسبت ونطبقه على ازاي نختار صحابنا، ازاي احنا كبيرنتس نقدر نموديل ان احنا نساعد ولادنا يختاروا ازاي. لان هتلاقي the very core of احنا بنختار ازاي، او الاسس اللي بنختار عليها، او الكرايتيريا نفسها الى حد كبير متشابهه، لان هي هتبقى مبنيه على فكره معرفتي بنفسي اولا، then ان احنا نبتدي نشوف ايه الكونفينينت لينا، او ايه المناسب لينا، او what works with us او what clicks with us. فيا رب تنبسطوا معانا ان شاء الله النهارده، ونبقى قدرنا نكفر التوبيك بطريقه اعمق شويه. معايا سارة. ازيك يا سارة، عاملة ايه؟ شكرا جدا انك نورتينا النهاردة. Yeah, welcome back. ازيك عاملة ايه؟ ميرسي جدا انك معانا النهاردة مرة تانية بجد. it means a lot. والله thank you ليكي انتي. موضوع الاختيار ده من المواضيع اللي بحبها قوي، ولما I dig deeper فيها يعني وقعدت ركزت فيها الفترة اللي فاتت عشان كنت بحضر عليها workshop. شفت فيها كمان other sides، بل وحسيت انه هي لسه فيها على فكرة اكتر من كده، بس على قد بقى الورك انتي عارفة. آم، فحلو فرصة برضه إنه to share highlights منها. آم، بما إن إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الفريندشيب و... وقلنا إن هي grades، وأعلى grade فيها كانت هي ال best friend، وبعدين ال intimate. فال intimate ده اللي هو the most intimate relationship اللي هي المارriage. فالزوج أو الزوجة ده هو the most intimate بني آدم في حياتك، و the most intimate friend. فاكتشولي انت لو عايز تكون ليك صاحبه، عايز تصاحب بنت روح اتجوز. وانتي لو عايزه يكون ليكي صاحب ولد روحي اتجوزي يعني. بس ان هو يبقى في اطار اللي ربنا حطه، واطار فكره الكوميتمنت اللي احنا اتكلمنا عليها، واللي هي اساس العمود الرئيسي كده، زي اللي بيشيل العماره اللي شايل البنى بتاع الجواز. ففكرة بقى إنه إذا كان الفريندشيبس زي ما قلنا ميزتها إن أنا بختارها. إحنا مش بنختار بس اللي هم الفاميلي، أوكي، لكن الفريندز الباقيين هختارهم. فما بال بقى اللي هيكون the most intimate قوي ده، يعني قد إيه بقى محتاجة إن أنا أدقق وأركز فيه، وخصوصا كمان إنه آه زي ما قلنا إن الصداقات هشة جدا very fragile، فعايزة مجهود كبير قوي عشان تعيش. فتقريبا كلنا بنخش الجوازة بالاكسبكتيشن بتاعت أنا عايز ده يبقى معايا طول العمر، عايزها معايا طول العمر. فكمان دي حاجة على فترة طويلة، أو واحد أو واحدة هتصحبني مرحلة كبيرة قوي من حياتي. فده برضو بيخليني أنا محتاج أركز قوي قوي في الاختيار ده. عشان كده فرصة إنه دي البداية الحقيقية. الناس بتفتكر إنه بداية الجواز من الجوازة نفسها، أو اللي شوية يقول لك كان المفروض أركز شوية في الخطوبة، ما أعرفش إيه، طب أسأل شوية حاجات، طب أخد بالي من شوية حاجات. بس هي البداية زي ما اتعلمنا بقى إنه من وأنت سنجل، من وأنت سنجل أصلا تبدأ تشوف أنت مين بقى وعايز إيه وهتختار إزاي وكده. ايوه، انت عارفه دايما الجوك اللي دايما افتكرها لما كنا بندرس CRC، السؤال اللي هو لما بنيجي بنتجوز بقى في وقت الكتاب، اللي هو قبلت زواجها. بس انت عارفه قبلت ايه؟ اللي هو دايما رد فعل بيجوزك
وربنا ما أعرف، اللي هو كلّنا بنتجوّز autopilot. ليه بنتجوّز؟ بنتجوّز عشان والله هي دي سُنّة الحياة. بنتجوّز ليه؟ علشان الولد تعبني فنجوّزه واحدة يمكن ربنا يهديه، البنت تتستر ففعلًا what you're saying about فكرة how it all starts from the beginning in advance من الأول. وإحنا ما بنستثمرش فعلًا بربع جنيه عشان فعلًا نختار الشخص اللي إحنا هو مش بس بيكون the person we're gonna spend our lives with، هو بيكون الشخص اللي هيبقى أبو أو بنت الأولاد. فهي دي some sort of relationship اللي هو هي حتى لو وقفت، هي هتستمر through future generations. فاللي هو الموضوع مش هزار حقيقي. فبما إن الtopic مش بسيط ومش قليل، فأنا عندي إحساس إن أنا اخترت الشخص الصح بما إن دي الاختيار يتكلم عن الموضوع which is you إن شاء الله. ربنا يجعل كل كلمة تقوليها فيها علم مفيد لكل الناس يا رب اللي تسمعها. ف to cut يعني long story short، رحلة بقى أختار إزاي ومين والفيلم ده تبتدي إزاي بقى؟ آآ باختصرها في جملة، بتختار مين لمين. يعني إحنا دايمًا بنركّز في باختار مين، نوقّف الجملة عند كده، اللي هو أنا عايزة أختار واحد ونخش على طول في المواصفات والcriteria والكلام ده كلّه وبتاع. بس هي الفكرة إنه زي المثال اللي باحب دايمًا أضربه بتاع لمّا بتيجي تشتري هدية لصاحبتِك خصوصًا لو الهدية دي لبس، ف فرق إن أنا أخش المحل، أشوف فستان عجبني، لونه حلو، قصته تحفة، محل شيك، ما أعرفش إيه، سعره مناسب بالنسبة لي، وأروح واخداه كده وهالفّه لها وهاغلّفه لها وهابعته لها لحد البيت ممكن كمان وبتاع. بس هي تفتح تشوف الفستان تلاقيه ولا مقاسها ولا طولها ولا القصة دي بتليق عليها، ولا اللون ده هي بتحبه أو بيليق على بشرتها، ولا الخامة بتاعته مريحاها، مش عارفة تتحرك بيه، مش عارفة تلِف بيه. ف تلاقي حتى لمّا نروح المحلات، عارفة ساعات تلاقي بنت جاية بتشتغل في محل، أول سؤال بتسأله لِك هو ده لحضرتِك؟ أو حضرتِك عايزاه لمين؟ دي البداية خالص. فأنا ممكن أمسك الفستان ده، فهي تيجي تقول لِك بس خدي بالِك ده مثلًا بيكِش، فلو كده خدي المقاس الأكبر، أو خدي بالِك ده قصته صغيرة، فخلّيني أجيب لِك المقاس الأكبر، أوكي؟ مثلًا لو هو ليكِ هتقول لِك مثلًا ده ممكن يرفّعِك أكتر، ده اللون ده بيسمّر أكتر، بيفتّح أكتر، ما أعرفش إيه، حضرتِك عايزاه لإيه؟ بتختاريه كمان لإيه؟ فرق إني باختار فستان لسهرة، فرق إن أنا باختار فستان رايحة عزومة كده أو خروجة بسيطة بعد الضهر، فرق إن أنا باختار فستان عشان رايحة عزا، فستان أسود بقى simple سادة ما فيهوش أي حاجة. ف آآ دي البداية actually، لإن أنا لو اخترت على طول الحاجة، لو اخترت مين، لو اخترت الفستان وبعدين رُحت أشوف بقى هو أنا باختاره لمين، طيب لو هو طويل شوية ممكن نقصّره، أوكي، بس افرضي ما فيش وقت، إنه المناسبة مثلًا بعد كام ساعة مش هالحق أقصّره، أوكي. طيب في حاجات مش هاعرف أضبّطها، يعني لو الفستان ضيّق هاوسّعه إزاي؟ ممكن ما يتوسّعش، ممكن عشان يتوسّع يحتاج يتفك التفصيلة بتاعته كلّها، وعشان نلاقي نفس القماشة ونفس اللون وتتركِّب بطريقة معيّنة عشان ما تبانش، أنتِ بتغيّري الفستان كلّه من أوله لآخره، علشان خاطر يناسبِك أو يناسب صاحبتِك اللي أنتِ جايباه لها. ففكرة إن أنا زي ما بتقولي كده ندوس يالّا وخطوبة وجواز، وبعدين إيه ده؟ بعدين هنبقى نشوف بقى عارفة، ويبتدي بقى السؤال بتاع اللي هو إيه، هاغيّره أو هاغيّرها، ما هو في حاجات مش هنقدر نغيّرها. لكن لمّا نيجي نبتدي من البداية، عارفة بقى في ناس يعني ليّا أصحاب أوي شاطرين بقى في الحوار ده، لأ دي بتخش في المحل على البنت اللي في المحل تقول لها إيه، بُصّي أنا عايزة فستان سهرة، عايزاه أسود وطويل وبكُم وشيفون ومش عايزة فيه أي حاجة لامعة و ويبقى مثلًا دُغري أو فيه نَفْشة بسيطة مثلًا. تروح البنت اللي في المحل، من نُص المحل كُلّه تقول لها بُصّي في عندي ده أو ده، دول اللي فيهم المواصفات اللي بتحكي عليها، اختاري فيهم اللي يناسبِك، تاخدهم تدخل تقيسهم، والله ده مناسب، لأ ده مش مش مضبوط عليَّ أوي، أو ده مرتاحة فيه أكتر، خلاص تاخدي وتشتري.
جاية عارفة هي عايزة إيه وعايزاه لإيه، أوكي، وبعدين اختارت بقى من الموجود، ووفّرنا وقت، وفّرنا مجهود، وفّرنا وجع دماغ، وخلاص تاخد الحاجة بالنسبة لها وخلصنا. فبالتالي لو جينا بقى نطبّق الحوار ده على اختيار الجواز، أنت بتختار مين لمين، actually لمين دي الأولانية، تختار لمين؟ تختار لنفسك، أنت بتختار زوج ليك أنت، بتختاري زوج ليكِ أنتِ، أوكي، فمش باختار للناس، مش باختار لأهلي، مش باختار لصحابي، مش باختار للسوشيال ميديا، أنا باختار ليّا أنا، وإحنا عارفين إنه زي ما اتعلمنا كل بني آدم unique، فاختياري بالتالي unique، واللي هيناسبني ممكن ما يناسبش ناس تانية. ف فعشان كده هي أول حاجة تعرف نفسك أنت الأول، وتطلّع بقى الcard دي اللي فيها الحاجات اللي أنت عايزها كده بالمختصر، وبعدين تبدأ تشوف بقى البني آدم الآخر، خلاص أنا عيني على طول، مش هاقعد بقى أتوه في المحل كلّه، أو مثلًا خلاص أنا عايزة فستان سهرة، إيه اللي يدخّلني محل لبس بيت، أو إيه اللي يدخّلني محل أدوات بيت أصلًا، فحتى لمّا هاروح أدوّر فين، هاروح أدوّر وسط مين، على طول من أولها أقدر ألقط ده مناسب، لأ ده مش مناسب، فمين اللي approach ومين اللي أبتدي أدّي له فرصة، ومين اللي أبتدي أفتح له الباب، ومين اللي نخش كمان في خطوبة، ويبدأ بقى العيلة والعيلة ونخش بيت بعض، كل الكلام ده، علشان تقدر بقى تعمل الاختيار. فأول حاجة هي اختار لمين، ليك. يعني عايزة أقول لِك I really love what you said علشان أنتِ عارفة growing up culturally كده بنحُط فكرة ال عارفة هي مش فكرة أكاذيب، بس فكرة myths كده، اللي هو عارفة لمّا واحد يتقدّم لواحدة وبيبقى كل حاجة بتقول إن هُم غير مناسبين لبعض أصلًا، وهي مش عايزة تقابله، يتقال لها إيه، هتتبطّري على نعمة ربنا والّا إيه؟ هو في حد يلاقي حد يتقدّم له هو ماشي طَب بس هو ممكن يكون الموضوع من الأول أصلًا مش مناسب، ما هو البنت ممكن تكون هي عارفة إنه مش مناسب ليها. بس الأهل يضغطوا عليها، وبالتالي بنسمع كتير أوي ناس كتير أوي تقول إيه، هو أنا يا رب هو أنا لو أو يعني هو أنا لو كنت رفضت ناس كتير معنى كده إن أنا خلاص كده مش هييجي لي ربنا هيعاقبني ومش هيجيب لي ناس تانية، I really love what you said about فكرة هو أيوه relationship هو شخص وشخص والشخص في النُص، فit really makes sense إن أنا أبقى عارفة نفسي فعلًا وعارفة أنا عايزة إيه وأعرف what do I need والفرق ما بين الneeds والwants علشان based on this أقدر أselect الطرف الآخر زي ما قُلتِ اللي هو الفستان أو هيبقى بقى in this case الشخص نَفْسه، والcriteria بقى بتاعة الrelationship دي نَفْسها أصلًا إحنا عايزين بعض ليه ويناسبني ليه والكلام ده كُلّه. moving forward with that بقى عايزين يا جماعة بُصّوا ورقة وقلم بقى كُلّه إيه يبتدي ياخد notes نبتدي بقى نعرف، طَب أعرف نَفْسي إزاي والّا باشوف الأول والّا باشتغل على الrelationship الأول؟ يعني حتّة exploring myself دي نَفْسها وأنا هاختار based on إيه وليه وكده، بتبتدي إزاي بقى؟ بُصّي طبعًا exploring yourself دي حاجات كتير أوي، نَفْسك دي حاجات كتيرة جدًا. آآ، بس إحنا عايزين نركّز هنا على اللي يخُص موضوعنا، فأنت هتبُص على نَفْسك في إيه تحديدًا؟ فإن أنت دلوقتي داخل على اختيار جواز. أول حاجة أنا باحب أبتدي بيها دايمًا الناس بتبتدي بالwhat، إيه الحاجة اللي أنا عايزها؟ أنا شخصيًا باحب أبتدي بالwhy start with why، باحب الفكرة دي بتاعة سايمون سينيك، أنت عايز تتجوّز ليه؟ أنا عايزة أتجوّز، ليه؟ أنا بالنسبة لي ده أول سؤال، مش أول سؤال إنه أنا عايزة أتجوّز، أول سؤال أنت عايز تتجوّز ليه؟ وهنا زي ما تقولي كتير جدًا إحنا بنعطل من أولها، عايزة أتجوّز عشان طبيعي أتجوّز، عشان كل الناس بتتجوّز، عشان أهلي لازم أتجوّز أفرّحهم بتاع، عشان ده التطوّر الطبيعي، أنا خلّصت ودرست واشتغلت وخدت شهادتي وباشتغل ومعايا مرتّب كويس ومعايا عربية والشقة موجودة، فيبقى إيه اللي بعد كده الstep اللي بعد كده في الحياة، يبقى لازم أتجوّز. ففكرة بقى إحنا بنتكلّم عليك أنت، فليه أنت عايز تتجوّز؟ فما تقوليش عشان خاطر الناس، وما تقوليش عشان خاطر أهلي، وما تقوليش عشان خاطر الحياة والتطوّر بتاعها، أنت، يعني سبب يخُصّك أنت. فدي أول حاجة. هيعود عليك أنت بإيه لمّا تتجوّز. وليه ده مهم؟ عشان أنا باشوف إنه الجواز حاجة مش هيّنة، هي موضوع ورحلة وهنبذل مجهود زي ما قُلنا، فاللي يخلّيك عشان تبتدي الرحلة دي
محتاج عارفة دَفعة، محتاج حاجة تقوّيك. وبرضه بعد ما هتبتدي الرحلة دي، هتفتكر إنه إيه خلاص بقى أنا عملت كل اللي عليّا، جِبنا الشقة ودفعت المهر وعملنا الفرح وأنا مش عارفة حضّرت البيت وجِبت اللبس خلاص خلّصنا، لأ ما خلّصناش. بعد الفرح لسه في مجهود كمان وهيفضل في مجهود كل يوم. فإيه برضه اللي هيخلّيك تكمّل ساعتها، إيه اللي هيخلّيك مش تقول لأ خلاص مش هاكمّل بلاها، هي نفس الlady، نفس الlady الأولانية اللي خلّتك تبدأ أصلًا الرحلة، لمّا تفتكرها وتفكّر نفسك بيها دايمًا، دي اللي هتخلّيك دايمًا مكمّل. فهنا برضه أنت محتاج تختار ليه قوية، مش ليه حاجة مؤقتة، عشان أنبسط، طب ما الانبساط ممكن يروح، عشان بتاع ده أخلّف ولاد، طب ولو ما خلّفتوش؟ طب أوكي خلّفت وربّيت الولاد وكبروا، والولاد بقى اتجوّزوا وسافروا وراحوا شافوا حياتهم، وبعدين خلاص هتخلص الجوازة بقى ساعتها يبقى خلاص طالما خلّفنا والعيال كبرت نتطلّق بقى خلاص إحنا خلصنا، ده بيحصل، في ناس بتطلّق بعد ما خلاص أنا أدّيت دوري وأنتِ أدّيتِ دورِك نتجوّز ليه؟ فبيتطلّقوا، ما فيش حاجة تانية تجمع بينهم، لإن كانت دي الليه اللي جمعاهم، فاختار ليه بتاعتك أنت، أوكي؟ بعد كده دي الليه اللي هتحرّكك اللي هتخلّيك تروح للجواز. تعالَ بقى إحنا دي البداية صح؟ تعالَ بقى fast forward بسرعة جدًا، هنطير مع بعض للنهاية، اللي هو المبدأ بقى بتاع ستيفن كوفي begin with the end in mind، ابدأ والنهاية في بالك، مش نمشي، 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 نمشي وبعدين إيه ده؟ ده مش أنا ما كنتش عايزة آجي هنا أصلًا، إيه اللي جابني هنا؟ لأ إحنا أول ما بننزل من البيت ونطلب Uber أول حاجة بنعمل إيه؟ destination قبل الlocation destination أنت عايز تروح على فين؟ أنت عايز تروح على فين؟ أوكي، طب ما عشان تروح المكان ده له كذا طريق. طب هتختار أي طريق بناءً عليه، طب تعالَ نشوف أنت بادي منين، فتعالَ نشوف البداية، أنا دلوقتي موجود فين؟ والله بقى من النقطة اللي عندك للنقطة اللي عندي في بقى خط مستقيم هيربط، في خط تاني مش مستقيم، في خط مُتعب، نبتدي نشوف بس قلّلت الoptions اللي قدّامي، لإن بقت بين النقطة دي وبين النقطة دي تحديدًا. فإنك تروح للنهاية، أنت عايز تتجوّز، تخيّل بقى معايا إن أنت اتجوّزت ومش الفرح، لأ أبعد شوية، مش أول سَنة، مش حِمِلنا وخلِّفنا، أبعد كمان، طَب العيال راحوا المدرسة، طَب اتخرّجوا وخلّصنا، أبعد، روح لي 60، 70 سَنة وأنت في آخر أيام حياتك كده وفي آخر أيام جوازك، يعني يا رب لو الجوازات دامت معاكم هذه الفترة، شكل الجوازة بينكم عامل إزاي؟ أنت متخيّل إنّك هتتجوّز هتبقى عايش إزاي مع البني آدم ده، أنتِ هتبقي عايشة أنتِ إزاي مع البني آدم ده، وهو هيبقى عايش إزاي مع البني آدمة دي، شكل العلاقة بينكم عاملة إزاي، أنت عايزها تبقى عاملة إزاي، أوكي، لإنه في فرق بين زي ما قُلنا في الفستان، أنا متخيلة نفسي لابسة فستان سهرة في فرح، أوكي، وباتصور و وباتحرك بقى مع زمايلي ورايحين جايين ومع العروسة ومش عارفة إيه وبتاع، وفرق إن أنا باتخيل نفسي لابسة فستان أسود سادة وواقفة في عزا أو قاعدة على الكرسي وباناول الناس القهوة والّا باشوف مين محتاج إيه وبتاع. فأكيد ده سكته والresources والموارد اللي أنا هابقى محتاجها مختلفة تمامًا عن التاني، وأنا طريقتي وتصرفاتي كمان هتختلف، مش هابقى باضحك ومبسوطة ومنفتحة وباتنطط في العزا، لكن هابقى كده في الفرح. ف فلمّا تبقى عارف أنت عايز إيه، نرجع بقى back اللي هي بيسموها reverse engineering إن أنت الهندسة بالعكس، ده اللي أنت عايز توصل له، دي الصورة، تعالَ نقطّعها قطع puzzle صغيّرة، وهنبتدي بقى بعد ما نقطّعها حتّة، في حتّة، في حتّة، في حتّة، في حتّة، دي بقى أصغر حتّة، دي اللي هابتدي بيها، وابتدي أنا بقى أكوّنها، مش العكس، لإن أنا ممكن أدّي لك قطع الpuzzle كده، تبدئي تكوّنها، وبعد ما تكوّنها تلاقي إيه ده، أنا مش عايز الصورة دي. لكن لو أنا متخيّل أصلًا في بالي الصورة، متخيّل في بالي الرسمة، متخيّل حتى لمّا حد بيكتب قصة، هو عارف النهاية في باله من الأول، بس إزاي بقى أكتب القصة من البداية بحيث أعمل بقى جو suspense وابتدي أحُط دليل ورا دليل ورا دليل، ولأ أعمل هنا لفة تلخبط الناس شوية، وبعدين أرجع أبيّن لهم حاجة تانية لغاية ما أوصل لهم للنهاية اللي في بالي، بس هي النهاية في بالي من الأول. فدي الفكرة. فيبقى أنت عايز تتجوّز ليه؟
بعدين بُص على النهاية، شكل الجواز ده تخيّله أنت عايز تتجوّز جوازة عاملة إزاي، شكل الجواز ده عامل إزاي مع البني آدم ده أو مع البني آدمة دي، وبعدين بقى أنت دلوقتي، تعالَ بقى نشوف أنت دلوقتي، أوكي، عشان بقى نروح من مكانك ده للمكان اللي أنت نِفْسك فيه، الخط ده بقى هنبتدي نرسمه حتّة، حتّة وهنرسمه إزاي وهنرسمه بإيه؟ آمم vision تحفة، يعني حاسة كده إن this kind of info مثلًا لو كانت عارفة اللي هو أنا نفسي يعملوا والله الجواز برخصة بجد والله، لا أي حد عايز يتجوز بعد كده يا جماعة لازم يخش يعني ياخد some sort of awareness about ال process نفسها، لإن knowing things like that بالطريقة دي حاسة إن هي ممكن تفيد، ما هو أنا لو أنا فعلًا I have a long term مش بس بقى فكرة vision long term plan وفهمت الdestination زي ما أنتِ قُلتِ. خلاص وفهمت شكلها مش بس على أساس أنا بس عايزة أوصل ليه، لأ ليه وشكلها هيبقى عامل إزاي، sort of motivation intrinsic motivation اللي بيبقى موجود وفكرة my readiness and my willingness to إن أنا أبقى ماشية بقى الخطوات دي، وفكرة إن أنا كمان بقى زي ما هنكمل في بقية الحلقة to find the right person with me اللي هيمشي معايا بقى this kind of journey هي في حد ذاتها هو ده الmotivation الطبيعي إن نقابل الحياة بتحدياتها ب ب بالunexpected part لإن فعلًا زي ما أنتِ قُلتِ الجواز هو مش الفرح، مش اللقطة، مش مش concept بس أو الintellectual thought of إن إحنا هنخلِّف وهنجيب طب متخيلين لمّا هاجيب ولاد الشكل الdynamics هيتغيّر هيبقى عامل إزاي؟ طيب لمّا فعلًا زي ما قُلتِ ولاد يخشوا مدرسة، طيب لمّا نكبر شوية، لمّا الشكل البراق اللي برّه يختفي، ما إحنا هنكبر، ما إحنا هنعجّز، ما هو الحلاوة والجسم الحلو واللي مش في لحظات في بعض الحياة on the journey هيروح، لمّا هو مثلًا whatever مثلًا criteria الفلوس، الشغل، الوظيفة، يحصل حاجة والكلام ده يروح، لمّا يحصل challenge when life hits having the eye on the long term destination بيساعد أوي زي ما أنتِ قُلتِ بالضبط في forming the journey. طيب next step بعد ما عملنا ده، وخلاص فهمت الطريقة بالvision بقى اللي هي عارفة الhelicopter view ده، what would be next؟ زي ما قُلتِ بقى الhelicopter view هننزل بقى من الطيارة، أنا موجودة هنا دلوقتي، هابُص بقى زي ما قُلنا على نَفْسي يعني، أوكي، أنا دلوقتي متخيّل شكل الجواز المُعيّن ده، علشان أوصل له في عندنا مكونين رئيسيين، أنت والشخص الآخر، وهنبتدي بيك أنت، أوكي، فأنت عشان تعيش شكل الجوازة دي، أوكي، أنت هتعمل إيه؟ و و والمساحة اللي هتاخدها من الصورة دي في الpuzzle هتبقى إيه، وإيه قطع الpuzzle المكونة منها. فمن أهم الحاجات اللي محتاجين نبُص عليها اللي هي الvalues الحاجات اللي ليها قيمة عندك. فطبعًا موضوع الvalues ده خلّينا نقول بما إن إحنا خط مستقيم عايزين نعمل حاجة بسيطة، في طرق كتير أوي أنت تعرف بيها إيه الحاجات اللي ليها قيمة عندك، بس أبسط حاجة إنه بُص على حياتك دلوقتي، إحنا في دلوقتي، فبُص على حاجات مادية في حياتك، طلّع معايا كده ورقة وقلم 5 حاجات مادية أنت شايف إن دي ليها قيمة عالية في حياتك، يعني لو تخيّلنا لا قدّر الله إن حصل أي حاجة، أنت هتاخد ال5 حاجات دول أو هتبقى عايز تاخدهم، أهم حاجة تحافظ عليهم والباقي مش مشكلة خلاص. بُص كمان على الأشخاص اللي في حياتك، scan كده كل الناس اللي في حياتك، أهم 5 أشخاص أنت شايف إن هُم فعلًا ليهم قيمة في حياتك، أنت فعلًا شايف ده، أوكي؟ بُص على تصرفاتك، حاجات أنت بتعملها. من أول ما بتصحى لغاية ما بتنام، إيه أهم 5 حاجات في يومك، في أسبوعك، في حياتك، دول مهمين جدًا، لو ما عملتش الباقي خلاص، بس لازم ال5 حاجات دول يبقوا موجودين. وبُص على حاجات نِفْسك تعملها في المستقبل، تتمناها، نِفْسك تحققها، goals بقى حاجات جديدة عايز تمتلكها، بني آدمين جداد نِفْسك تتعرّف عليهم، أيًا كان، خطوة عايز تاخدها. فكده أنت معاك 20 حاجة، من ال20 دول بقى واحدة، واحدة كده، لو تخيّلت إنه والله معلش مش مسموح لك غير ب15 اشطب لي 5 صعبة ده أنا نقيت أكتر معلش،
تخيل إن أنت في زنقة، تخيل إن أنت في ظروف زي إخواتنا في البلاد الصعبة دي، وما فيش معاك غير ال15 حاجة دول، فهتحتفظ بإيه؟ شيل كمان 5 بقوا 10، شيل كمان 3، بعدين أكيد مش 7، فهم أهم 5، فأنت هتقعد تشيل واحدة، واحدة، واحدة لغاية ما خلاص يعني هم بقى دول أغلى 5. وتعالَ نبُص على ال5 دول، مثلًا لو قُلتِ لي حاجة من الحاجات اللي جاية على بالِك إيه؟ ماشي، جاية في بالي مثلًا دلوقتي فكرة integrity. أوكي، النزاهة، أوكي. النزاهة هتحقق لِك إيه؟ النزاهة بتحقق لي clarity، بتحقق trust، بتحقق directness، which is كل ده بيصب عندي في safety بقى في الآخر، ما I can في الآخر feel safe with whatever's happening. أوكي، شُفتِ طالما جاوبت على سؤال بيحقق لي حاجة، يبقى الحاجة دي اللي هي الintegrity عندِك أو النزاهة، دي كانت وسيلة مش غاية، أوكي. الوسيلة دي أنا مدياها قيمة عالية أوي، شايفة قُلتِ حققت لِك كام حاجة؟ إمم. حققت لي trust ثقة، وحققت لي clarity وضوح، وحققت لي كمان safety، قُلتِ ده safety دي حاجة مهمة جدًا. فهي محققة لِك حاجة غالية أوي، ومحققة لِك كذا حاجة، فده خلّى الintegrity مهمة أوي عندِك، أوكي. فعشان كده ليها قيمة عالية أوي عندِك. فبُص على القيم اللي عندك دي، ال5 دول، شوف هي وسيلة والّا غاية في حد ذاتها، و هنيجي بقى هنخلّيها دلوقتي على جنب، وهنيجي بعد كده نشوف بقى إيه لمّا نيجي مع الشخص الآخر هنبُص عليهم إزاي. كمان إحنا إيه، ده اللي موجود عندك أنت دلوقتي. لمّا نيجي بقى نبُص على ال مش إحنا قُلنا نروح step very forward، نروح لقدّام أوي ونشوف شكل الجواز؟ شكل الجواز اللي أنت تخيّلته ده، من ضمن تخيُّلك أنت متخيّل هيحقق لك إيه؟ حاجات ليها قيمة، هيحقق لك إيه كقِيَم، هيعود عليك بإيه؟ ممكن تلاقي نفسك بتجاوب إنه إيه ده، ده ممكن يحقق لي حاجات من اللي أنا فعلًا ليها قيمة في حياتي، يعني ده ستات كتير جدًا هتقول لي ده بيحقق لي أمان، ودي أصلًا قيمة غالية عندها. فمهم أوي بقى إن أنا أبُص آمم، هو هيحقق لي إيه؟ لإن ده اللي إحنا بنقابله دلوقتي، ده السؤال اللي باسمعه كتير أوي دلوقتي من الsingles، هو الجواز هيضيف لي إيه؟ هي بقت شايفة إن الجواز وسيلة، ومش شايفة إنه له قيمة، لإنه مش هيحقق لي حاجة، ومش هيحقق لي حاجة ذات قيمة، هي دي نظرتها اللي بتتكلم كده. بس هل ده فعلًا حقيقي؟ تعالي نشوف هو الجواز هيحقق لِك إيه، هو الجواز بيحقق إيه، وتعالي نشوف الحاجات دي ليها قيمة والّا لأ، أوكي، وقد إيه مرتبطة بالحاجات اللي ليها قيمة عندي، لإن ممكن حد يبُص يقول لي والله هو الجواز بيحقق مثلًا دعم مادي، هيبقى جوزي مثلًا كمان بيشتغل، فهيبقى عليه شوية مصاريف وأنا عليّا شوية مصاريف، بس هي ممكن تيجي تقول لي إيه، بس ده ما لوش قيمة عندي أنا، أنا بالنسبة لي إن أنا عايشة لوحدي، مرتبي مكفّيني وأنا لوحدي، ما هو أنا كمان لمّا هنتجوّز هيبقى في مصاريف أكتر، عشان كده ساعتها هابقى محتاجة حد تاني يساعد، لكن أنا كده ما أنا كده تمام، فهي ممكن يكون الجواز فعلًا بيحقق حاجة وبيحقق قيمة، بس هل هي قيمة عندي أنا؟ ده بيبقى نستكشف مع بعض. الحاجة التانية إنه ده اللي الجواز بيحققه، أوكي، زي ما قُلنا أنت هتلعب دور، أوكي، وأنت بتلعب الدور ده، إيه بقى من الvalues من القيم هتخدمك في الجواز، أوكي، فتيجي تقول لي مثلًا أنتِ ممكن تيجي تقولي لي والله الintegrity دي هتخدمني في الجواز، أوكي، والintegrity دي قيمة عندِك أصلًا، أو ممكن تلاقي نفسِك إيه، ده من القيم اللي هتخدمني في الجواز مثلًا الإخلاص مثلًا، أوكي، طَب الإخلاص ده ما أنا عندي بس كمان محتاجة يكون عند الشخص التاني، أوكي، ف فإيه القيم اللي هتخدمك في الجواز وقد إيه منها موجود عندك، أوكي، وأنت هتقدر تقدّمه، وإيه لأ مش موجود عندي، طَب محتاج يكون موجود في الشخص التاني والّا ده محتاجين إحنا الاتنين تكون عندنا القيمة دي. وبرضه هنا في حاجة صغيرة إنه معنى كل قيمة مختلف عن التاني، يعني أنتِ قُلتِ لي الintegrity هي بتحقق لي
clarity وtrust و. حد تاني ممكن تقول لي integrity برضه، بتقول لي إنها بتحقق لها حاجات تانية، ممكن تقول لي integrity بتحقق لي إخلاص مثلًا، أوكي؟ فمهم برضه إن نبقى عارفين كل واحد الdefinition بتاعته، التعريف بتاعه للقيمة عامل إزاي، وده هنrelate بيه أكتر أو هنتكلم عنه أكتر لمّا نيجي نحكي في بنختار مين بقى الشخص التاني. فدي كده أول حاجة بتبُصّها في نَفْسك دلوقتي، القيم بتاعتك، القيم اللي موجودة في حياتك أصلًا، وبتبُص على الصورة اللي أنت عايزها، إيه القيم اللي هتساعدك تحقق القيم اللي الجواز هيحققها لك، وإيه القيم اللي هتخدمك في الجواز نَفْسه، عشان تبقى بالصورة دي اللي أنت نِفْسك فيها. أنتِ عارفة وأنا قاعدة باسمعِك مبتسمة أوي، لإن فعلًا فكرة الجواز أو الcommitments أو حتى الfriendship على فكرة، أو فكرة الاختيار، suddenly الكلمة أو المعنى اللي مسيطر عليَّ عارفة إيه؟ It's not about finding the right person as much as becoming the right person. يعني وده فعلًا يعني was واضح أوي في كلامِك في فكرة قيمي اللي عندي هتخدمني إزاي، اللي هو سهل أوي أبقى مركزة برّه أنا عايزة فيه وفيه وفيه وفيه، طب ما هو عشان يبقى هو فعلًا فيه أو عشان يبقى هي فيها، ما هو لازم يبقى عشان أشوفه عنده لازم يبقى عندي، يعني إن برّه is just projection أو mirroring to whatever's inside. ففعلًا it's very important وcrucial إن الواحد يبقى فاهم نَفْسه. طيب بعد ما عرفنا الvalues وفهمتني وفهمت معاني الvalues بتاعتي وعرفت الunderstanding بتاعي وفهمت ده ممكن يخدمني إزاي، وفهمت أنا ممكن يبقى إيه بما إننا بني آدمين وفينا نواقص، ممكن يكون إيه اللي يقدر يعني يشكِّل أو يكمّل شكل العلاقة بطريقة healthy، وإيه اللي يلبي الاحتياجات وهكذا. next step. next step بقى هي فكرة زي ما قُلنا أنت هتلعب دور في الجواز ده، وعليك مسؤوليات، أوكي؟ آمم لإنه زي ما أنت بتدوّر على حد وعايزه يدّي لك، طب ما هو التاني برضه بيدوّر على حد عايز يدّي له، فأنت هيبقى عليك مسؤولية إن أنت تدّي له، زي ما هو عليه مسؤولية إن هو يدّي لك احتياجاتك. فعشان تقدر تقوم بالمسؤولية محتاج قوة، مش قوة واحدة، محتاج بقى strengths. فباحب أبُص على الstrengths من كل الزوايا. تعالَ نبُص physical، جسمانيًا، إيه القوة اللي أنت محتاجها؟ مش شرط قوة اللي هي قوة إن أنا باعرف أشيل وأعمل بتاع، ده ممكن يكون على فكرة strength أنا محتاجاها في الراجل، عشان هو اللي هيشيل، هو اللي هيعمل الحاجات التقيلة، الحاجات الصعبة، الكلام ده كله. بس أنا ممكن أكون محتاجة قوة برضه، أبسط حاجة الصحة. أخبارها إيه؟ ولو إحنا فعلًا من ضمن الصورة إن إحنا عايزين نتجوز ونخلّف، طب ما إحنا صحتنا هتبقى كويسة، عشان في حمل وفي رضاعة وفي تربية، أوكي، وعايزة صبر وعايزة وقت طويل و. نبُص كمان على الجانب الmental، العقلي. فإيه القوة اللي أنا محتاجاها؟ محتاجة مثلًا آآ ممكن محتاج يكون عندك قوة اتخاذ القرارات، إزاي تفكّر وتحلّل الأمور وتبُص تبُص عليها كويس وبعدين توصل لنتيجة وconclusion وتاخد قرار وتنفّذه. محتاجة مثلًا ذاكرة عشان تفتكري كل الحاجات اللي وراكِ تعمليها مثلًا في الجواز، أوكي، تفتكري له الحلو زي ما بتفتكري له الوِحِش، عشان أنا باشوف إنِّك تفتكري له الوِحِش دي ذاكرة ضعيفة. أو actually هي مش ضعيفة، يعني باهزر طبعًا، بس هي محدودة، مركّزة على حاجة واحدة. القوة برضه إنه لو بصّينا على emotion عاطفية، أنت بقى داخل الجواز وعايز مشاعر بقى وحُب وpassion وغرام، طب ما هو ده عايز قوة وعايز سعة capacity عشان تدّي. فإيه الأخبار؟ هل أنت قوي في إنك تقول كلام حلو وتعبّر عن مشاعرك اللي جواك وتطلب إنه أنا عايز كذا ومحتاج كذا؟ هل أنتِ عندِك القوة بتاعة إنِّك تفهمي اللي قدّامِك و وتشوفي إيه اللي ورا مشاعره دي، أوكي، وتقدّريها، تسانديه فيها، تدّي له مشاعر كويسة في وقت صعب. برضه القوة spiritual، آمم، فكرة إنه دايمًا بحُكم
بلدنا وثقافتنا وكده الدين جزء كبير قوي من موضوع الجواز. هتلاقي مهما كان حتى الشخص مش يبان عليه سمات التدين، بس وقت الفرح لا، الفرح والمأذون أو في الكنيسة أو أيا كان. فماذا برضو عن الجانب السبiritual اللي ممكن يساعدك في إنك تعفو، اللي ممكن يساعدك في إن أنت ترحم اللي قدامك، اللي ممكن يساعدك في إن أنت تتقي ربنا فيه. آه برضو سوشيال اجتماعيا، لأنه في عيلة وعيلة، وإزاي لسه برضو هنتواصل مع العيلة دي والعيلة دي وصحابنا، وهل صحاب مشتركين، هل أنا لسه برضو بتواصل مع صحابي مع صحابها. إزاي بنتكلم وبنظهر قدام الناس وبنتعامل و لو لينا بقى أي حاجات تانية هنتشارك مع بعض مثلا في public service أو نشاط خيري أو أيا كان، ففي حاجات سوشيال برضه محتاج أنت فيها قوة. ف ولفت انتباهي إنه لما كان في قصة سيدنا موسى، اللي هي قصة الجواز الوحيدة اللي اتقالت في القرآن، البنت ركزت على صفتين: القوي الأمين، سبحان الله كنت بتقولي النزاهة الأمين والقوي. فالقوي على فكرة هي مش قوي بس بدنيا، والقوي اللي بيملك نفسه عند الغضب، والقوي حاجات كتيرة قوي. فهي القوة دي. فتعالى بص أصلا أنت إيه القوة اللي عندك أنت مبدئيا، أنت كبني آدم. مفيش بني آدم ما عندوش قوة. سهل قوي، الناس ممكن تروح تعمل التست اللي هو بتاع فايا ده VIA، لو كتبوه على جوجل ويدخلوا يعملوه فور فري ويطلع لهم القوة اللي عندهم مترتبة. هم 24 قوة عندنا كلنا، بس الترتيب مختلف حسب قوة القوة عندك أو ضعفها. وبص كده على أول 5 أو أول 10 عندك، دول اللي عندك. طب هيخدموك إزاي في الجواز؟ تقدر تستغلهم وتستخدمهم إزاي عشان ترسم بيهم شكل الجواز اللي أنت نفسك تعيشه ده؟ ممكن تعالي تقولي أنا من القوة بتاعتي امتنان، أعمل بيه إيه ده؟ تعملي بيه إيه ده؟ مش متخيلة. كل حاجة حلوة بتحصل انت ممتنة ليها. انت ممتنة للبيت اللي انت قاعدة فيه، ممتنة لما جوزك بيشتغل وبيجي المرتب وبتصرفوا منه، ممتنة للأكل للشرب، ممتنة لوجوده معاكي وللونس والمشاركة. ومن ضمن الاحتياجات أصلا عند الراجل احتياج التقدير، من أهم الاحتياجات اللي عنده. فازاي الامتنان هيساعدك إنك تقومي بمسؤوليتك في إن تلبي له الاحتياج ده. واحد مثلا يقول لي أنا لقيت عندي قوة مثلا نقول إيه مثلا آه آه التواضع مثلا، هتفيدني في إيه؟ ده ممكن يشوفها بنظرة سلبية، إنه هتواضع يعني إيه ده بقى، هي اللي هتمشي الدنيا وأنا اللي هبقى الحلقة الأضعف. لا، مين قال؟ بس من التواضع إن أنت تقعد معاها وتسمع لها وهي بتحكي على موضوع يمكن يكون مش مهم أوي. من التواضع ان انت تقعد مع ولادك وتلعب معاهم لعبة على قد سنهم. فبص على القوة اللي عندك حاولوا تفكروا بطريقة أوسع ازاي ممكن القوة دي تساعدكم ان انتوا ترسموا الصورة دي. و... وبص عموما الصورة دي برضو هي محتاجة قوة ايه؟ طب صورة الجواز ده اللي عندي اوكي، طب صورة الجواز هي اللي محتاجة اللي عندي بس ولا محتاجة حاجات تانية؟ ممكن تلاقي ان صورة الجواز دي، شكل الجواز ده محتاج حاجات تانية عشان يقوم. محتاج مثلا perspective و critical thinking، ازاي اشوف الموضوع من كل الجوانب وافكر واحلل عشان اخد قرارات. لقيت ان ده مثلا عندي في رقم 24 اخر حاجة خالص. طيب ما احنا الجواز هناخد قرارات، مين بقى اللي هياخد القرارات؟ يبقى ساعتها هنربطها بالشخص الآخر. لطيف إن أنا أبص لو هو عنده القوة دي، لأن إحنا محتاجينها في الجواز. آه فدي هتبقى فكرة القوة. فإيه القيم اللي عندي وإيه القوة اللي عندي؟ حاسه ان انا فعلا لو الواحد ركز وفهم الفاليوز بتاعته وفهم وعملها زي ما انت بتقولي، هي مش فكره بس انا عرفتها ووظفتها في how this can serve the kind of marriage that I'm planning او hoping to build.
then my strengths وبرضه وظفتها في حتة to see where or how it would empower and ممكن ايه اللي يبقى محتاج يقعد والكلام ده كله، ده هيصبنا على طول في صورة واضحة وسهلة. فكرة بقى خلاص كده النيدز بقت واضحة تقريبا، خلاص كده بقت يعني الاحتياجات بقت إلى حد كبير ابتدت تلح بقى. وسمعتك بتقولي كلمة ان الرجاله بيبقى عندهم need for appreciation. فواضح كده ان النيدز ممكن يبقى فيها، طبعا هي كل بني ادم مختلف والنيدز مختلف من كل حد لحد، بس واضح كده ان ممكن based on زي ما درسنا يعني يبقى في like common needs بتفرق between الرجاله والستات اللي بتبقى when it comes to relationship زي المارriage بتبقى محتاجين الحاجات دي تبقى موجوده. فبرضه من المهم جدا ان انا اشوف my values و my strengths بتalign مع الكلام ده ازاي. يس طبعا. لان زي ما قلنا هو الجواز اصلا عباره عن ايه؟ ما هو الصوره اللي انت راسمها دي، اوكي، هي زي ما احنا بنقول من الاسم كده لايف بارتنر، بارتنرشيب، شراكه. هنتشارك في ايه؟ اي شراكه في الدنيا لازم الشريكين يستفيدوا. ف وهخش شراكه ليه؟ اكيد انا في حاجه محتاجها وانا لوحدي مش عارف اعملها. ما انا لو كنت بعرف اعملها لوحدي كنت عملتها. هخش في شراكه ليه؟ ومسؤوليات وعقود والتزامات وبتاع. فطبعا في نيدز، انت كبني ادم انت محتاج طول الوقت، وعشان كده احنا عباد لان انت طول الوقت محتاج. فعشان كده لما مثلا تقول لي هو انا محتاجه الجواز في ايه، هي الاجابه في السؤال عشان انت محتاجه. ف في أو مبدئيا احتياجات انسانيه بحت، يعني محتاج اكل، اشرب، البس، محتاج امان، ده على فكره احتياج انساني بحت. محتاج احترام، اوكي. في احتياجات انسانيه. فطالما انا انسانه وهو انسان فاكيد احنا بنحقق الاحتياجات دي مع بعض، ده مبدئيا كده. اوكي. في بعد كده بقى احتياجات اخص اكتر، انه لا ده احتياج من الزوج ده ومن الزوج، لانه ماشي اكل وشرب ومش عارفه ايه وبتاع. طيب انا محتاج حاجات اكتر، محتاج مشاركه، محتاج ونس، محتاج احقق نفسي. ببتدي اللي هو ايه، طب ما انا كبرت وعندي قوه، طب ما انا في حاجات اقدر اعملها لنفسي، تمام. لا ده انا برغم كده في حاجات مش عارفه اعملها لنفسي، يعني مشاركه مثلا مش هعرف اشارك نفسي. لا في احتياج ان انا اتكلم، حد تاني هو اللي يسمعني، وحد تاني هو اللي يرد عليا. وحد تاني هو اللي يقول لي ده صح او برافو عليك او ايا كان. ف هنا بتيجي الريليشن شيبس، عشان كده احنا محتاجين ريليشن شيبس، لان هي بتحقق لنا حاجات كتير قوي 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 احنا ما نقدرش نعملها لنفسنا. طيب ما ماما بتحقق لي حاجات، وبابا بيحقق لي حاجات، واخواتي بيحققوا لي حاجات، وزمايلي في الشغل بيحققوا لي حاجات، الشغل نفسه بيحقق لي حاجات، والعربيه بتحقق لي حاجات. اشمعنى بقى الزوج؟ عشان في حاجات ما حدش هيحققها لك غير الزوج. في حاجات ربنا ما اداش الحق الحصري انه حد يحققها لك غير الزوج. زي مثلا اكتر حاجه انا عارفينها السكشوال فولفيلمنت، الرضا ده عن العلاقه الخاصه دي مش هتلاقيه في اي حاجه تانية غير في الجواز. مش هتعرفي تاخديه من اي حد، ولو حد حاول ياخده من اي حد تاني انت كده بتخرج بره الدايره بتاعت رضا ربنا. ف... فطبعا نيجي نبص على الاحتياجات. كست تبصي انت محتاجه ايه، وكراجل تبصي انت محتاج ايه. هل في حاجات كومن؟ في كان ثيرابيست مشهور في موضوع الجواز، بعد سنين طويله جدا كان بيقابل الكابلز، فكان كل ما يجي له كابل اتنين مع بعض يسالهم انت محتاج ايه وانت محتاجه ايه. يقول لهم رصوا على الاقل 10 حاجات. بعد ما جمع كتير قوي قوي لقى انه في الغالبيه العظمى احتياجات الراجل مختلفه عن احتياجات الست. وحتى لما الاثنين بيختاروا نفس الاحتياجات الترتيب مختلف تماما. يعني لقى في الغالبية العظمى إن أعلى 5 احتياجات عند الست لو موجودين عند الراجل فهم بيبقوا آخر 5، والعكس صحيح. ففي عندنا أشهر 10 احتياجات دول اللي هم إيه؟ عندنا احتياج التقدير زي ما قلنا، وده بيبقى أعلى عند الرجال. عندنا الاحتياج السكشوال زي ما قلنا، وده بيبقى أعلى برضه عند الرجال. عند الستات بقى بيبقى عندها احتياج الفاميلي. أنا عايزة زي ما كنت بتقولي، عايزة أب لولادي، اوكي، ويكون ليهم قدوه ويساعدني ان احنا نكون اسره وكده. وده محتاج الكوميتمنت، محتاج الالتزام. فانت مش هتتجوزني او ننبسط مع بعض ونحقق بس سكشوال نيدز ونمشي، لا ده احنا لسه في اسره، لسه هنربي. فعشان كده محتاجين الكوميتمنت والالتزام عشان نفضل مكملين مع بعض، مش بس ناخد المتعه او البليجر وخلاص.
هو بيحتاج احتياج domestic، بيحتاج البيت، إنه يروّح يلاقي بيت، ففي أكل معمول، البيت متنضّف، متروّق، مترتّب، الكلام ده كلّه. هي بتحتاج أكتر مش الsexual الphysical action، لأ الemotional، الاهتمام العاطفي، الكلمة الحلوة واللمسة الطيبة وإنك شايف اللي هي بتعمله وتقول لها عليه كلام حلو، وإن أنت شايفها مهمة وحلوة وغالية في عينيك. هي بتحتاج كمان الاحتياج الfinancial المادي. هي ممكن حتى لو اشتغلت وبتجيب فلوس، بس لأ، أنا محتاجة أنت السند وأنت الأساس، مش أنا اللي شايلة عبء إن أنا اللي أأكل نفسي وأشرّب نفسي وأجيب لنفسي الهدوم وأدفع فواتير الحاجات المبدئية، كهربا ومَيّة وكده، لأ أنت شايل عني ده، تحقق لي ده. هو مهم بالنسبة له احتياج الشكل الحلو، اللي هي إنه يبُص لها فتسُرّه، ده احتياج مهم عنده. هي احتياج بالنسبة لها الكلام، الكلام اللي هو الintimate، نقعد مع بعض كده قريبين، أحكي له ويسمعني، ومش دايمًا يدّيني حلول، يسمعني، يفهمني، يسألني، طَب أنا ناوية تعملي إيه، طَب وفكّرتِ في إيه، طَب حاسة بإيه. آمم، وده بيخلّيها كمان محتاجة الhonesty زي ما قُلتِ، الأمانة والنزاهة والopenness، أنا عايزاك أنت كمان تحكي لي، تكون واضح وصريح معايا. فكرة بقى نبتدي يخبّي، طَب أنت بتخبّي ليه، يبتدي بقى يظهر الشك ونبتدي نخش في حاجات تانية. هو مش بيحب الصُحبة لمجرد الصُحبة والكلام، الرجالة أكتر الاحتياج الأكبر عندهم إنه لو فكرة الصُحبة أو الcompanionship، بس فكرة إن إحنا بنعمل activity مع بعض، بنعمل نشاط مع بعض. فتلاقي من الحاجات اللي بتشد الرجالة أوي في فترة الخطوبة الولاية بتحب الكورة زيه، ونروح بقى يتفرّجوا على الماتش مع بعض أو يروحوا يحضروا الماتش مع بعض، يروحوا يلعبوا رياضة مع بعض، دي بتبقى بالنسبة لهم مهمة أوي. دول مثلًا 10 احتياجات، كل واحد يرتّب، أنتِ رتّبي الاحتياجات دي من 1 ل10 وهو كمان هيرتّب، نيجي نبُص على الشخص الآخر. فده طبعًا في حاجات أكتر من كده بكتير، بس خلّينا نقول دول 3 حاجات مهمين أهو، ابدأ بس بيهم كده وبُص عليهم في نَفْسك، إيه القِيَم اللي عندك، إيه الحاجات اللي بتدّيها قيمة في حياتك وإزاي هتفيدك وهتتحقق في الجواز والّا لأ، والقوة اللي عندك عشان تقوم بدورك، وهتقوم بدورك في إيه، في إن أنت هتلبّي احتياجات الشخص الآخر وأنت كمان مستني إن هو يلبّي لك احتياجاتك، فبُص على إيه الاحتياجات دي. والله فعلًا يعني ربنا يكرمِك الinformation أنا يعني باكتب وراكِ الأسئلة والحاجات دي جميلة جدًا، وحقيقي يا رب فعلًا الناس تحاول تجاوبها فعلًا، يا جماعة حاولوا تجاوبوهم وأنتم بتكتبوا، لإن when you start writing إحنا بنشغّل الtwo parts of the brains وبنستخدم بقى الnerves وكده، فبنطلّع بجد إجابات إحنا ممكن تبهرنا شخصيًا يعني. دلوقتي بقى حاسة إن يعني طبعًا إحنا we can dig deeper في ده forever، بس عشان يعني برضه نmove forward ونبتدي نديهم tools تساعدهم في حِتَت تانية، نخش بقى على الآخر، كده إحنا فهمنا، بيتهيأ لي logically speaking حاسة إن أنا محتاجة أعيد الprocess كلّها when it comes to فكرة the other، يعني بمعنى زي ما فهمت نَفْسي، وطبعًا أكيد correct me if I'm wrong، زي ما فهمت نَفْسي وفهمت الstrengths بتاعتي وفهمت الvalues بتاعتي وشُفت الكلام ده في شكل العلاقة، حاسة بقى إن في step تانية أنا بقى محتاجة التاني بقى الطرف الآخر عنده إيه بقى، إيه الvalues أو بمعانيها كمان that would align with me. إحنا طبعًا الكلام ده أنتِ قُلتيه embeddedly وسط الكلام يعني، بس قصدي بhighlighted، آمم علشان ده بقى إلى حدٍ كبير كده بيكمّل الpicture، فأنا شُفت أنا محتاجة إيه وعندي إيه زي ما أنتِ قُلتِ والneeds والstrengths والvalues وفي النُص بتطلع بقى معتقدات وبنشتغل عليها وبنشوف الكلام ده كلّه and then شُفت الmarriage اللي أنا عايزها يبقى شكله عامل إزاي وhow everything that I have would align with الجواز، فبالتالي طلعت بالneeds بتاعتي والwants وفهمت إيه اللي ممكن يكون augment الmarriage، وده وصّلني بقى إن أنا دلوقتي بقى في طرف آخر مش بقى فكرة expectations، يعني باحس الexpectations دي مش كلمة valid however standards، يعني ماشي مش لازم أحط حد في expectations معينة، بس لازم يبقى في standards بقى اتبنت already في الprocess. ما هو أنا أكيد ما أقدرش يبقى يعني في حاجات احتياجات عندي وأساسيات في الcore بتاعي، أروح بعد كده أدخل relationship مع حد تاني برضه لازم حتى لو expecting إنها ممكن تبقى عنده وهي actually ما ينفعش تبقى مش موجودة، فتحدد بقى criteria معينة. a little bit كده briefly نتكلم على الآخر لو ممكن، في أي حاجة محتاجين نركز عليها علشان نخش بعد كده على النقطة اللي بعد كده. أوكي. هو الآخر هو مبدئيًا زي ما قُلنا إنسان، أوكي، وهو بني آدم كمان زيي، فهو أكيد هابُص على القِيَم والقوة اللي عنده والاحتياجات، ومبدئيًا هابُص كمان على أول أسئلة قُلناها خالص. أنا مثلًا عايزة أتجوّز عشان ليه؟
أنا مثلًا عايزة أتجوّز عشان خاطر عايزة حد يشاركني الحياة وعايزة أكوّن أسرة، أوكي؟ طيب هو إيه الليه بتاع هو عايز يتجوّز ليه؟ لو لقيتيه هو عايز يتجوّز لأ بس عشان ماما عمّالة تزن عليَّ إنه يالّا بقى لازم تتجوّز وما تبقاش غيرك في العيلة وبتاع، فإيه الأخبار؟ هنا وإحنا بنبُص هابقى بنبُص وتعالوا نفكّر مع بعض، هي إيه من الحاجات اللي قُلناها محتاجين نكون فيها شَبه بعض، وإيه من الحاجات لأ، جميل إن إحنا نكون مختلفين. فحاجة زي الليه، قد إيه إحنا محتاجين نكون فيها شَبه بعض، لإنه حاجة زي كده مثلًا أوكي، هو عايز يتجوّز عشان يرضي والدته، تمام، بس ممكن يكون مثلًا مش ممانع إنه أوكي، هنتشارك مع بعض الحياة، جميل، لطيف، واحدة هتشاركني الحياة ماشي، نتجوّز ونخلِّف أوكي، ما عنديش مانع إن إحنا نتجوّز ونخلِّف. بس ماذا لو ده مثلًا تحسّيه عارفة حاجة وسط كده، اللي هو إحنا مش شبه بعض أوي بس قشطة، يعني هنتّفق. بس ماذا لو ممكن تلاقي الاتنين متّفقين مع بعض، أنا كمان بادوّر على واحدة تشاركني الحياة وأنا كمان عايز أتجوّز وأخلِّف وأكوّن أسرة، أوكي. طيب وفي عندنا الextreme الناحية التانية، إنه لأ أنا مش عايزة أخلِّف، أوكي، هنا إيه الأخبار؟ هل حد بقى هييجي على نَفْسه عشان خاطر التاني والّا الدنيا هتمشي إزاي؟ لمّا نيجي نبُص على شكل الجواز اللي متخيّلينه، لو أنتِ متخيّلة شكل الجواز إنه أنا عايشة في بيت مثلًا مش كبير أوي، ومخلّف طفلين بس، وساكنة قريّب من والدتي، وهاقدر برضه أتواصل مع صحابي، وفي منطقة اللي أنا عارفاها، ومثلًا هاكمّل في شغلي، وهأجّل الخلفة شوية، أوكي، ده الشكل اللي أنتِ متصوّراه مثلًا. أوكي، وبعد أمّا الولاد بقى يكبروا عايزين بقى نسافر و و و ونشوف العالم ونعمل activities أو نعمل حاجة مع بعض project مع بعض أو أيًا كان، دي الصورة اللي أنتِ متصوراها، قد إيه هنا محتاجين نكون شبه بعض، والله ممكن حد ييجي يقول لِك أنا عندي نفس الصورة، أوكي أنتِ هتشتغلي وأنا هاشتغل، أنا شغلي هنا في مصر وقاعد هنا والشقة مثلًا هتبقى قريبة من والدتي والمناطق بتاعتنا قريبة ومش عارفة إيه تمام تعالي نبتدي نحوّش عشان later on عايزين نسافر أو نعمل كذا، أوكي، ده مثال، في مثال اللي هو هيبقى نُص، نُص، هنبقى شبه بعض في حاجات ومش شبه بعض في حاجات تانية. اللي هو ماشي إحنا هنعيش في مصر وساكنين هنا، بس لأ أنا مش عايزة تشتغل، فهنا إيه الأخبار؟ في جزء من الصورة مش موجود، هل بالنسبة لِك تمام؟ هتتفقوا مع بعض والّا إيه؟ لأ، إيه الأخبار؟ لو عكس بعض تمامًا، لأ ده هو بقى أنا عندي شغل برّه مصر وهتسافري معايا، ما فيش بقى ولا أهل ولا صحاب وبلد مختلفة تمامًا، مش عارف أنتِ مش عارفة فيها لسه أي حد ولا المكان ولا بتشتري إيه ولا بتعملي إيه، وطبعًا كمان ممكن تكوني هتسيبي شغلِك هنا مش هتعرفي تشتغلي من وأنتِ هناك، كل ده هيتغيّر، الشكل مختلف تمامًا، تمامًا، تمامًا. أنتِ مخططة إن إحنا نسافر بعدين، لا هتسافري من دلوقتي. فإيه الأخبار؟ الشكل ده يناسب؟ هنقدر نتّفق ونوازن ونتناغم مع بعض ونرسم صورة مع بعض جديدة تناسبنا إحنا الاتنين والّا كل واحد متمسك بالصورة اللي عنده وأنا عايز ده؟ فهنا هتفرق. القِيَم، القِيَم دي زي ما قُلنا هي البوصلة، هي ال ال آمم، اللي بتحرّكِك، اللي وقت ما أنا دلوقتي الرحلة وبدأت أمشي فيها، تُهت، أروح يمين والّا شمال؟ والله لأ، أنا البوصلة بتاعتي الintegrity فيبقى هاروح وهاصارحه وهاتكلم، أوكي، لأ، أنا البوصلة بتاعتي الحرص، يبقى مش هاتكلم أو هانقي بقى كلامي كويس أوي علشان ما يحصلش نتايج أو تبعات تعمل مشاكل. فالبوصلة هي اللي هتقول لي أمشي إزاي، أمشي كده والّا أمشي كده. فهنا محتاجين نبقى شبه بعض والّا لأ؟ لو تخيلنا إن إحنا الاتنين نفس البوصلة، يبقى إحنا الاتنين هنمشي في نفس الاتجاه. طب البوصلة مختلفة شوية، يعني هنمشي كده بس أنا هامشي كده شوية، ماشي، بس ماذا لو كمّلنا، إلى أي مدى هنفضل نبعد والّا هنفضل نقرّب؟ وماذا لو بقى إحنا بوصلتنا عكس بعض تمامًا، أنا بوصلتي الحرص، فلأ إحنا مش هنعمل الحاجة الفلانية دي خالص، وأنا البوصلة بتاعتي الopenness والانفتاح وأجرّب الحاجات الجديدة والcreativity فأنا هاروح وأدوس فيها. فدي بالضبط أحلى صورة ليها، مش فاكرة بصراحة مين اللي كان راسمها، بس هو كان بيشبّه إن في اللحظة دي بيبقوا الزوجين كأنهم قاعدين في قارب، وهي بتجدِّف لقدّام وهو بيجدِّف لورا، فالمركب مش هيتحرك.
فالvalues مهم إن يكون فيها تشابه كبير بيننا وبين بعض، لإن ده اللي بيحكّم إحنا هنكمّل وهنتحرّك إزاي. طَب القوة بقى، هل لازم نكون شبه بعض بالضبط؟ يعني لو تخيّلنا أوكي، هي leader وهو leader إيه الأخبار؟ طَب ما هو مين هيlead؟ هل هتتفقوا إن واحد بس؟ طَب وأنت هتعمل إيه؟ ما هو دي قوة أو strength عندك، هتستخدمها إزاي وهتطلّعها فين تاني؟ والّا هنقسّمها خلاص أنا هalead في حاجات وأنت هتlead في حاجات، وقد إيه ده هيمشي وهيكون مناسب؟ ومثلًا أنا عندي الperspective والdecision making آخر واحدة وهو كمان، طَب مين هياخد القرارات؟ أوكي، ففي القوى بيبقى جميل أوي لمّا بنشوف تناغم، فممكن في حاجات عندي وعندك، بس في حاجات مش عندي وعندك. إيه اللي هيحكمنا؟ الصورة اللي إحنا قُلنا عليها في الأول، شكل الجواز اللي إحنا عايزينه، شكل الجواز ده إيه القوة اللي هو محتاجها؟ الجواز ده محتاج 1، 2، 3، 4 والله أنا عندي 5 من ال10 أوكي، جميل أوي لو هو عنده حاجات من ال5 التانيين، ولو ال5 التانيين مش عنده، طَب نشوف نعمل إزاي، هل في حاجة ممكن نdelegate مثلًا؟ يعني هنجيب حد مثلًا هو اللي هيتولّى موضوع نضافة البيت مثلًا، أوكي، وفي حاجات مش هنعرف نdelegate لازم نعملها بنفسنا، طَب ما إيه الأخبار وقد إيه الحاجات دي مهمة وهتأثّر في شكل الجواز والّا لأ؟ الneeds زي ما قُلنا هي مختلفة، وحتى لو هو نفس الneed ترتيبها مختلف، بحكم إن ده راجل ودي ست. فهنا بقى اللقطة، إنه أنا لمّا باشوف البني آدم قدامي أنا باعرفه عشان أعرفه، عشان أعرف أتعامل معاه زي ما هو كده، مش باعرفه عشان أغيّره. فاللي هو مثلًا لمّا يطلع إن هو عنده بالنسبة له رقم 1 التقدير، لأ إيه رقم 1 التقدير ده أنا ما أعرفش أنا أقعد كل شوية أقعد أقول في كلام حلو وشكرًا وما أعرفش إيه وتسلم إيدك وبتاع وكده، لأ ما ليش في ده، أنا مثلًا باقدّر بالأفعال. يعني عملت له الأكل، روّقت البيت، ما أعرفش عملت إيه للولاد، كده. لأ معلش هو ده هو وده احتياجه، ولو أنتِ هتوافقي إنِّك هتكوني أنتِ الشريك اللي معاه في ده، فعليكِ مسؤولية إنِّك تلبّي له الاحتياجات، زي ما أنتِ عندِك احتياج مثلًا للحوار زي ما قُلنا القريب ده، من القلب للقلب ده، لمّا هو ييجي يقول لِك لأ أنا ما أطيقش أنا أقعد أسمع، ساعة بقى عمّالة بتحكي لي وهي وصاحبتها وأختها وما أعرفش إيه وبتاع، ما هو أنتِ هتلبّي له احتياجاته، مسؤولية عليكِ، وهو كمان عليه مسؤولية إن هو يلبّي لِك احتياجاتِك، مش هتلبّي له احتياجاته وهو مش هيلبّي لِك احتياجاتِك، طَب فين الشراكة، هتتشاركوا ليه طيب؟ ف ففكرة الاحتياجات، احتياجات الآخر هتبقى من مسؤولياتي، في احتياجات طبعًا، وفي احتياجات زي ما قُلنا ما هي يعني هي حصري exclusive في الجواز بس، فهو لو ما خدهاش منِّك هو مش هياخدها من أي حد تاني، وأنتِ لو ما خدتيهاش منه مش هتاخديها من أي حد تاني، فلو ما خدتوهاش وبعدين ما تقولوليش هنعيش وهنكمّل، طب ما خلاص ما عِشنا وكمّلنا، طب متجوزين ليه؟ ما عايشين ومكمّلين من غير بعض. فمهم أوي فكرة الاحتياجات واحترامها وأفهمها صح، هنا الdefinition مهم أوي، أمّا تقول أنا عايزاك تحتويني، يعني إيه احتواء بالنسبة لِك؟ في واحدة من الاحتواء بالنسبة لها حُضن، في واحدة الاحتواء بالنسبة لها إنه لمّا تلاقيني زعلانة ومتضايقة تسيبني في حالي عشان ما أهِبِّش فيك، فلأ، محتاجين نفهم بعض وكل واحد يوضّح للتاني عشان نلبّي الاحتياجات بالشكل اللي يرضيك، عشان نفس الفكرة أنا لو باجيب لِك فستان، هاجيب لِك فستان يعجبِك، مش هاجيب لِك فستان مش هتعرفي تلبسيه، هتركنيه في الدولاب أو هتضطري أصلًا مثلًا تبيعيه والّا تدّيه لأي حد تاني، لإنه مش مناسبِك. من الحاجات اللي باحب أضيفها في الشخص الآخر، في طبعًا حاجات كتير، بس في حاجة حابة هنا أقول عليها، فكرة الbackground ال نبُص على البني آدم ده قبل ما نعرفه، نبُص على البني آدمة دي قبل ما نعرفها، مش من باب فرض، ومش من باب إن إحنا بنبُص عشان ندوّر على الأخطاء والعيوب والمشاكل، أوكي؟ أنا باشوف إن كان ليها فايدة، فهي بتفيد فكرة الرحمة، لإن من ضمن حاجات الرحمة اللي بيخلّيني أرحم بني آدم لمّا بافهم هو عمل كده ليه، فأنا شُفت اللي ورا ده، يعني أنا لو آية مثلًا اتأخرتِ عليَّ، أنا لو في بالي شايفة إن اللي ورا ده إن آية نسيت والميعاد بالنسبة لها مش مهم وقعدت على الموبايل وبعدين افتكرت بقى بعد نُص ساعة إن في ميعاد، هاقدر أرحمها versus إنه لو أنا فاهمة إنه آية حاكية لي إن والدتها تعبانة
وساعات كتير ممكن تتعب فجأة ولازم تقوم دلوقتي تعمل لها حاجة، تقوم تمشّيها، تعمل لها حاجة سخنة أيًا كان، تروح على الدكتور دلوقتي. فأنا فاهمة إنه لأ، آية لمّا اتأخرت نُص ساعة، آية في background، في مامتها وفي حياتها وفي مسؤوليات بتقوم بيها، أوكي؟ فقد إيه هاقدر أرحمها. لمّا بنفهم بتفرق كتير أوي إن إحنا نقدر نرحم. فحلو إن إحنا نبُص على النظرة عامة على هو مين، هي مين، عيلتها إيه، مرّت بإيه، عاشت إيه. لو في حاجة مش حابب تحكيها ماشي، بس دي قصة شوية يمكن نخش فيها أكتر بقى في الcoaching، إيه اللي أنت عندك استعداد تكشفه وتبيّنه، وإيه اللي ما عندكش استعداد وليه وهيأثّر إزاي، وماذا لو بان بعد كده. بس خلّيني بس النهارده ببساطة حُط الفكرة دي في بالك، إنه أنا باعرف اللي قدّامي، فباعرف برضه إيه تاريخه، إيه حياته، عشان أرحمه وأفهمه، مش عشان أتريق عليه وأنقده وأهاجمه وأرفضه. خلاص أرفضه، يعني أرفضه من البداية، مش لازم يعني بعد ما نبقى اتطمنا لبعض وانكشفنا لبعض وكده. لو أنت ناوي على ده، إن أنت هتسمع عشان خاطر بقى ده كذا وأطلّع إيه وأنقد إيه وألوم على إيه، يبقى ما تسألش. نفهم عشان نرحم، مش عشان نعاقب الناس. وهتيجي آخر حاجة في فكرة الآخر، هاعرفه إزاي بقى؟ أوكي يا سارة ماشي، أنا عرفت إن أنا محتاجة أعرف عنه كل ده، محتاجة أعرف هو عايز يتجوز ليه، شكل الجواز، وهو موجود فين دلوقتي وإيه اللي عنده. والله ده ما عندوش شقة، ده مرتبه كذا، ده حالته الصحية كذا. دي الحاجات اللي عنده، وعرفت احتياجاته إيه، فأنا مطلوب مني ألبي الاحتياجات دي، وعرفت القوى اللي عنده، وعرفت فكرة عن تاريخه وحياته. أنا محتاجة أعرف الحاجات دي، هاعرفها إزاي؟ أبسط طريقتين، تشوف وتسأل. زي من وإحنا صغيرين كده، إحنا صغيرين نعمل إيه، عمالين طول الوقت نبُص على اللي حوالينا، ونبُص على أهلنا مني بيعملوا إيه ونقلدهم. فأنت هتقابل الشخص ده، هتقعد معاه وهتتكلم، هتلاحظ مشيته، هتلاحظ طريقة كلامه، هتلاحظ تون صوته، هتلاحظ هدوءه، هتلاحظ وهو بيتعامل مع ناس تانيين. والناس بيبان الشخص الactive الكاريزما، ويبان الشخص الهادي المنطوي شوية، ويبان الشخص اللي بيحب الهزار والضحك والحياة والخروج والفُسح، ويبان الشخص اللي جَد أوي وبتاع شغل وكده. ففي حاجات هتشوفها بالملاحظة، وفي حاجات مش هتعرفها بالملاحظة. يعني مثلًا هو عايز يتجوّز ليه؟ مش هاعرف ألاحظها دي، لازم أسأله. هيخلّف والّا لأ؟ لازم أسأله. هتتجوّز sorry هتشتغل بعد الجواز والّا لأ؟ محتاجة أسألها. وده برضه كانت نفس الفكرة في قصة سيدنا موسى. قصة سيدنا موسى كانت البنتين أولًا لاحظوا، فهي لمّا رجعت للأب قالت له: "إن خير من استأجرت القوي الأمين." طب هي عرفت منين القوي الأمين؟ ما اتكلمتش معاه غير كلمات بسيطة، بس هي لاحظته، لاحظت القوة بتاعته لمّا خد كل الماشية دي وراح يسقيهم ورجع. ولحظة الأمانة بتاعته، إنه خَد كل المشاية ورجع بيها زي ما هُم، ما فيش واحدة منهم مثلًا ناقصة، ما فيش واحدة حصل لها حاجة. لمّا راح معاها للأب، الأمانة في الطريق، هُم ماشيين مع بعض، الله أعلم بقى الطريق كان إيه، كان في صحرا بتاع. ولحظة الأمانة لمّا حكى. فهنا في سؤال إن الأب سأله وهو حكى إيه اللي حصل، حكى كل حاجة، فهي لاحظوا الأمانة، إنه حكى كل حاجة، ما خبّاش. قتلت، هُم بيدوّروا عليَّ عايزين يقتلوني، ودلوقتي في بلد غريبة، ما فيش بيت، ما فيش فلوس، ما فيش أهل، ما فيش أي حاجة. فسؤال وملاحظة، إيه اللي هاشوفه بالملاحظة، وإيه اللي مش شايفه وأسأل عليه. Thank you سارة. أنتِ عارفة الجملة اللي قُلتيها بتاعة فكرة يعني knowing الbackground صراحة really touched my heart، لإن في one of my favorite quotes اللي دايمًا كنت باحبها، اللي هي "If I ever tell you about my past, it's not so that you would feel sorry for me, but so that you would understand why I am who I am." and مش عارفة أنتِ عارفة برضه حاجات، أنتِ أكيد عارفة إحنا عملنا قبل كده إن أنا باحب أوي الحاجات اللي هي بتاعة جابور ماتيه، بتاعة دايمًا don't ask why the obvious and ask why what's behind it والكلام ده. لإن yes I do agree with you, it gives a lot of understanding and compassion وزي ما قلتي رحمة لفكرة إن why people are who they are. ومن هنا بنبتدي نشوف when we understand بنبتدي نعرف نتعامل ون build on a deeper bond.
يعني بيني وبينك هقول لك حاجه الصراحه، حتى لو حد بقى ما تقبلش ده، هو من الاول زي ما انت قلتي يس خلاص شكرا. هو ده بقى الاصل ما بين نقطتين خط مستقيم. if that doesn't work for you then هو في رحمه للشخص اللي انت ما تقبلتوش عامه. ف moving forward انا معايا ورقه بقى مليانه needs و wants و strength، وبصي ما شاء الله اختار ازاي بقى، يعني هعمل ايه بكل ده بقى؟ يعني معايا بقى دلوقتي ما فيش بني ادم فيه كل الكلام ده، اعمل ايه بقى انا دلوقتي حضرتك؟ اوكي. آم، حبيت فعلا الوصف اللي حكيتيه، وفعلا فكرة واي برضو again start with why. فلما تشوف اللي قدامك بيتصرف بطريقة معينة، الطريقة دي كويسة، هو ليه بيتصرف كده؟ ما في باك جراوند، هو اتربى ازاي، اتعلم ده منين، الحاجة الحلوة دي. وبرضو لو اتصرف تصرف مش أحسن حاجة، أو حتى غلط أو أثر، أو قبل ما تقول ده غلط ده أثر، الوات الواي، هو ليه يتصرف كده؟ ممكن يكون اتربى ازاي، ممكن يكون اتعلم ده أو ما اتعلموش، ممكن يكون مر بإيه كده يعني. سؤالك ده بقى اللي هو ايه، انا عايزه الجملتين اللي هخش اقولهم للست في المحل في جملتين عشان تجيب لي على طول فستانين، ما اقعدش ايه اقلب ايوه المحلات ايوه كلها. عارفه الفيديوهات اللي هو بعد كده حد يقول لك انه هعمل له انترفيو الراجل، نعمل ايه بقى كده مع نفسي بحيث ان انا او يعني فاهمه ارتب الصوره كده عشان ما نطفش الناس يعني. يس. هنا فكره ان انا عايزه اجمع كل ده في المواصفات بقى، الكرايتيريا. فاحنا كده لما نيجي نحط كرايتيريا، مش بحط بقى اي حاجه وخلاص، عايزاه وسيم وعايزاه طويل وعايزاه، هيعمل لك ايه وسيم وطويل؟ يعني معلش، انت مثلا متخيله شكل الجواز زي ما قلنا بصوره معينه، عايزاه طويل، هيفرق ايه ان هو طويل في شكل الجواز اللي انت عايزاه؟ هيفرق ايه في انه طويل في انت بتتجوزي ليه اصلا، في انك عايزه ونس او مشاركه او عايزه تكوني اسره، هتفرق في ايه؟ فهتلاقيني بقى مش عاملين نحط مواصفات وخلاص، وهتلاقينا بنحط مواصفات بتاعتنا احنا. ليه؟ لان انا بدات اصلا الحوار بنفسي انا، قيمي انا وقوايا انا واحتياجاتي واحتياجاته والكلام ده كله. اوكي. فنبتدي نحط صورة واقعية مبدئيا، ونركن بقى على جنب كل الفاري تيلز وافلام الاميرات والسوشيال ميديا والكلام ده كله، لان احنا مش بنتجوز في السوشيال ميديا، مش بتتجوزي حد عشان خاطر نصور مع بعض ريل نطلع بيها في السوشيال ميديا واحنا في حفلة ومبسوطين جدا مع بعض، وانا لابسة فستان وهو لابس مش عارفة ايه. دي ريل دقيقة دقيقة ونص. بس قد ايه حياتكم كلها هتبقى هي نفس الدقيقة ودقيقة ونص؟ بتروحي كام فرح في حياتك كلهم يعني؟ فالمواصفات بقى من الكلام ده كله هنقسمها أربعة زي ما اتعلمنا مع بعض في الكوتشنج. أول واحدة اللي هي اللي لازم تكون موجودة، أنا بحب هي صفات مش هقدر أعيش من غيرها. فأنا مثلا مش هقدر أعيش من غير شخص بيتقي ربنا، مش هقدر أعيش مع ده. مش هقدر أعيش مع شخص غير لما يكون بيشوف هو ربنا عايز إيه فبيعمله، وربنا قال لنا ما تعملوش إيه فما بيعملوش. هيفرق إيه في شكل الجواز؟ هيفرق، لأنه برضو هو إيه الحاجات الكويسة وإيه الحاجات اللي ترضي ربنا فيعملها ويراعيها في الجواز، وإيه الحاجات اللي نخرج بره دايرة رضا ربنا دي فما تتعملش في الجواز. دي أول خانة، دي في الحاجات الحلوة. حاجات حلوة مش هقدر أعيش من غيرها، must have، لازم تكون موجودة must. في حاجات حلوة تانية طيب، بس هي مش لازم قوي يعني يا سارة، يعني موجودة أوكي حلو جميل، بس مش موجودة ماشي، بس أحب إن هي تكون موجودة. فدي اللي أنا بحب أسميها صفات بحب أعيش معاها. فأنا مثلا أحب أعيش مع شخص هادي، ما أحبش الشخص مثلا العصبي اللي بينفعل بسرعة مثلا. أنا أحب أعيش مع شخص مثلا إيه، رياضي. أوكي. رياضي كده وفت، بيهتم بصحته ويشجعني انا كمان، ننزل بقى نتمشى مع بعض او نتمرن مع بعض او ايا كان. دي حاجه احبها انها تكون موجوده. احب ان يكون شكله حلو عشان برضو كمان لما ابص له يسرني، بس مش لازم، لان هي لو مش، طب هفرقهم ازاي من بعض يا ساره؟ انا دلوقتي في صفه ومحتاره مش عارفه هي لازم قوي ولا لا. اسالي نفسك، لو هو ما فيهوش الصفه دي هتقبليه اه ولا لا؟ لو هو فيه كل الصفات الحلوه التانية، لو هو بيتقي ربنا وكريم وحنين وحطي كل اللي انت عايزاه ده، ومفهوش ومش رياضي، تقبليه ولا لا؟ في واحده ممكن تقول لي اه، خلاص اوكي، يبقى انت كده رياضي دي تحبي تعيشي معاه.
أوكي، في واحدة تانية ممكن تقول لي لأ، أنا عايزاه يكون رياضي، لإن القصة مش بس في الرياضة يا سارة، القصة في الlifestyle كلّه، ده هيبقى زي بيصحى بدري وهنفطر مع بعض، وهاقدر أعمل أكل صحّي وهو هياكل معايا أكل صحّي، و وهنرتّب مواعيد الأكل على مواعيد التمرين، فناكل قبلها وناكل بعدها وما أعرفش إيه، وناكل كمية بروتين قد إيه ونشرب مَيّة قد إيه والحوارات دي كلّها، وننام بدري ونصحى بدري، عشان كل ده بيفرق في التمرين وكل ده هيفرق في صحتنا على بعضها. قصة في lifestyle على بعض، ممكن هتقولي ده مهم، هو لو مش كده طب وييجي يقول لي بقى اعملي لي مش عارفة مكرونة بشاميل وعايز بانيه وبتاع، وأنا مش ده أكلي، مش هاعمله، فيا إما هاضطر أعمل له أكل مخصوص وأنا أعمل لنفسي أكل مخصوص، عايزني أسهر وأتأخر وأنا مهم أنام بدري وأصحى بدري أروح التمرين، عايز ياكل في وقت معين وأنا لأ، أنا محتاجة آكل في الوقت ده عشان هيبقى بعد التمرين أو كذا، فهتحس إنه لأ، الموضوع مش هيبقى مناسب، فهي بالنسبة لها ده must have. أحيانًا الموضوع في الاختيار زي ما قُلنا very very unique متفرد جدًا، كل فرد بفرده، كل بني آدم بنفسه، فعادي جدًا. أنتِ بتختاري وأنت بتختار، فاختاروا زي ما تحبوا. واحدة هتقول لي نفس السؤال، لأ، أنا لازم يكون رياضي، خلاص يبقى أنتِ رياضي عندِك، مش هاقدر أعيش من غيرها، أوكي؟ دي الصفات الحلوة. الصفات الوحشة نفس الكلام هنقسمها. في صفات أنا بقى مش هاعرف أعيش معاها، فأنا مثلًا مش هاعرف أعيش مع واحد بيزعق، صوته عالي جدًا، جدًا، أول ما بيتعصب صوته بيطلع ل100، مش هاقدر أعيش مع ده مثلًا. أوكي، في واحدة تيجي تقول لي أنا ما باقدرش أعيش مع واحد بيدخن، أنا باشم ريحة السجاير من على بُعد 10 كيلو ما باستحملش، أو عندي حساسية أصلًا، أوكي، فمش هاقدر أستحملها، أوكي، وفي صفات هي سيئة، بس أنا ممكن أعيش معاه، يعني في واحدة هتقول لي لأ هو بيدخن دي حاجة سيئة، بس أنا ممكن أعيش معاه، ممكن، أوكي، بس هي فعلًا يعني شايفاها حاجة سيئة، لو أنتِ مش شايفاها أصلًا حاجة سيئة، لأ أنا عادي أصلًا بيدخن ما بيدخنش مش فارقة لي، يبقى ما تكتبيهاش، يبقى دي مش صفة سيئة أصلًا بالنسبة لِك، أنا باتكلم على صفة فعلًا سيئة تقيلة جدًا على قلبِك إنِّك تستحمليها، فيا إما هتستحمليها وهي تقيلة، أوكي، يا إما لأ مش هاستحملها خالص، أوكي، وبرضه هنا الموضوع personal ومتفرّد جدًا. طيب أعرف منين يا سارة؟ برضه نفس السؤال، لو هو في كل الحاجات الحلوة اللي ما تقدريش تعيشي من غيرها واللي تحبّي تعيشي معاها، وفي الصفة دي بقى، توافقي عليه والّا لأ؟ والله لو واحدة قالت لي هو لو في كل ده بيتقي ربنا وغني وكريم ومسؤول ويُعتمد عليه وبيدخّن، هاوافق، يبقى أنتِ هنا التدخين بالنسبة لِك ممكن تعيشي معاه. في واحدة هتقول لي لأ مش هاوافق، يبقى ده مش هاعرف أعيش معاه، أوكي؟ هتلاقي غالبًا طيب هي حاجة تقيلة، إيه اللي هيخلّيكِ تعرفي تعيشي معاها؟ غالبًا هتلاقي تقول لِك إيه، ماشي هو هيدخّن بس ما يدخّنش جوّه البيت، يدخّن في البلكونة، يدخّن برّه، ما يدخّنش قدّام الولاد، فأنتِ تحطّي الشروط. وأنتِ بتحطّي ممكن تعيشي معاها، ممكن تعيشي معاها بشرط، واللي قدّامِك بقى هيقبل والّا هيرفض الشروط دي، ماذا عن ده؟ أوكي، قد إيه ده هيغيّر في قرارِك. لو قُلنا مثال مثلًا للرجالة الجمال والشكل والappearance زي ما قُلنا هُم بيهتموا جدًا بالشكل الخارجي. في واحد يقول لك لأ أنا مش هاعرف أعيش معاها لو هي ما بتهتمش بنفسها خالص، أنا عايز واحدة تحط makeup وتعمل شعرها وبتروح عند الcoiffeur وبتلبس على الموضة وبتلبس شيك وكل يوم بطقم و وأروّح البيت ألاقيها غيّرت هدومها ولبست واتشيكت وما أعرفش إيه وكده. في واحد يقول لك لأ أنا ممكن أعيش معاها وهي مش طول الوقت كده. بس مثلًا في شروط، أوكي، يعني مثلًا لمّا أرجع من البيت أحب إن هي تكون مثلًا اللبس مثلًا اللي كان فيه ريحة الطبيخ أو أيًا كان لأ غيّرته ولبست لبس جديد مثلًا، أحب إنه أهم حاجة عندي مثلًا بس النضافة، طول ما النضافة في ريحة حلوة حتى بس ولو perfume بسيط، مسرّحة شعرها، أوكي، لابسة حاجة على مقاسها وذوقها ولونها حلو، أوكي، ففي شروط هاحطها، مش لازم full makeup وكل يوم طقم، بس في حاجات معيّنة هنحطها. فهي نفس الفكرة. فدي الصفات بقى خلاص أنتِ معاكِ زي ما كده بتروحي للمحل أنا عايزة فستان لونه كذا، قصته كذا، خامته كذا، طويل، قصير، بيلمع، ما بيلمعش، أنتِ برضه معاكِ الليستة وأنت معاك الليستة. أنا عايزها لازم يكون فيها كذا وكذا وكذا، لازم ما يكونش فيه كذا وكذا، أفضّل إنه يكون كمان لو في كذا وكذا يبقى أحسن، و طَب ظهر الحاجة الفلانية دي مضايقاني، والله ممكن بس في شروط، وتعالوا نتفق.
عجبتني قوي اللمه اللي انت عملتيها، حاسه كده ان ال20 ورقه فلوس كاب اللي انا عملتهم دول كده ممكن يتلموا ان شاء الله في تيبل واحد معقول يعني. ف thank you for that. وده ياخدني نقطه بقى كده، احنا اتكلمنا على انا وانا مع نفسي، وعرفتني وفصصتني وفهمت كل حاجه ووظفت كل حاجه في البروسيس، وناقشنا انا والاخر، وبرضو فصصنا الموضوع وناقشناه ولخصناه ولمينا وعملنا الكرايتيريا. انا وربنا بقى اللي هو يعني عارفه، دي مش بقولها يا جماعة، الجملة اللي هقولها دي مش بقولها كالمعنى الحرفي بتاع في القرآن، بس فكرة يد الله فوق أيديهم بقى، يعني إيد ربنا معانا بقى في البروسيس. احنا بنتكلم على جواز، فاصطحاب this kind of intention with us having this be حاجة ده تقربنا من ربنا بقى، لأن هو ده أصل البوصلة مثلا يعني. سواء بقى حد الناس عايزة تعترف بيه مش عايزة تعترف بيه، بس in my humble opinion شايفة إن keeping this دايما دي البوصله اللي بتعمل alignment كل حاجه مع بعض. لان في الاخر لو انا بعاملك انا وانتي وبيننا ربنا في النص، او انا وانتي بعاملك واتقي الله فيكي، حتى الجواز نفسه البروسيس بتاعتها بتتعمل بطريقه دينيه، يعني فهو ربنا موجود سواء بقى احنا we realize this or not. نعمل بقى الحته دي بينا ازاي؟ يس، هو ربنا موجود definitely. لأنه الاتفاق نفسه بتاع الجواز ربنا فيه. الاتفاق مش بس بيني وبين الشخص، هو ربنا معانا فعلا. اوكي، عشان كده هو انا بشوف ان ده اللي بيخليه ميثاق غليظ. العقدة والغلظة دي، السماكة دي وقوة الميثاق هي جاية من ان ربنا معانا في الميثاق ده. فانا بيني وبين ربنا وبيني وبين الشخص، او بيني وبين ربنا من خلال الشخص، او من خلال الريليشن شيب والجواز. ف آه... ما ينفعش ما يجيش على بالي الآية المشهورة اللي احنا كلنا حافظينها. آه... ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بس حابة أبص عليها بنظرة مختلفة، ودي آه... نظرة يعني كانت انسبيريشن خاصة بيا، يعني مش بفسر تفسير حرفي، بس هي نظرة كده يعني حسيت إن ربنا ألهمني بيها وأنا برجع أبص دايما في الآية دي. فكرة حاجتين لفت انتباهي، إنه من أنفسكم، من نفسك. يعني زي ما قلنا، هي أكتر حد انتمت قريب مني أكون معاه نفسي وهو كمان يكون نفسه. قد إيه إحنا بندور في حياتنا على الناس اللي نكون معاهم كده زي ما إحنا. أكون نفسي، عارفة، ارتاح كده، اقعد كده وافرد وارتاح. مش بحسب على كل كلمة، مش بمشي على قشر بيض زي ما بنقولها. لا، بلاش اعمل كذا، بلاش اقول كذا، اصل هيقول ايه، اصل هيتريق ايه. لابس طول الوقت ماسك، راسم نفسي بصورة معينة علشان يتوافق عليا والناس تتعامل معايا اصلا وما ترفضش. بتحسي لو عارفة، عايزه لا تلوز بقى، شيل الماسك واقعد براحتي زي ما بنروح البيت وبنغير هدومنا ونقعد لابسين هدوم مريحه ومرحرحه وبراحتنا قاعدين براحتنا. احنا عايزين نعمل ده، عايزين نعمل ده مع بني ادم. فاكتشولي فكره ان انت تحس معاه ان انت نفسك. اولا انت نفسك، انا ده نفسي، انا ده انا مرتاح زي ما انا كده. لما بنكشف قدامه بيشوفني كده زي ما أنا كاملا، بكل الجوانب، فيزيكال ومنتال وسوشيال وعاطفيا وكل حاجة تمام ومرتاح. وده عايز أمان عشان أطمن وأوريك نفسي كده completely كاملة بكل الجوانب. وهو نفسه، إن أنا أحس إنه من نفسي ده أنا. أولا زي ما قلنا، فكرة إنه إنسان زيي. فالحاجات الإنسانية يا جماعة ليها احترام، أمان، الاحتياجات الأساسية من أكل وشرب ولبس، ده موجود. لأنه من نفسي، ما هو آه بني آدم وأنا بني آدم. آه ومن نفسي إنه زوج وزوجة، فهي بير، الإيد اليمين والإيد الشمال. الإيد اليمين والإيد الشمال هم نفس التكوين، يعني عضلات وعظم وجلد وضوافر، وفي عروق تحت، وفي أوردة، وفي فاتس وحاجات كتير، فاهمة؟ نفس التكوين، بس هما مش نفس بعض بالظبط. لأن لو هما نفس بعض بالظبط هتحطيهم على بعض مش هيحطوا، يعني الإيد اليمين والإيد الشمال حطيهم على بعض، لا هما مش. هو الصباع ده هنا قصاد الصباع ده، اوكي، هما compatible، متناغمين مع بعض، بس مش identical. اوكي، بس نفس التكوين.
ففكرة إنه من نفسي هو متكون زيي، إحنا الاتنين من طين وروح، إحنا الاتنين جسم وعقل ومشاعر، أوكي؟ إحنا الاتنين كائنات اجتماعية، عنده احتياجات وأنا عندي احتياجات، عنده قيم وأنا عندي قيم. فالفكرة دي من نفسي، مين فعلًا اللي هو من نفسي وباحس معاه إن أنا نفسي، دي أول لقطة. واللقطة التانية اللي هي لتسكنوا إليها. ليه؟ اللي هي لام تعليل، فهي إجابة للسؤال ليه؟ ليه تتجوز حد؟ ليه ربنا خلق لنا أزواج؟ لتسكنوا إليها. فهل بقى فكرة السكن ده، تسكن إليها ده، يعني أنا حاسة بالضبط زي الإيد إليها، هتروح للإيد التانية تسكن إليها. فcompatibility هي تقدري تحطي الإيدتين على بعض أهُم تمام ومرتاحين، مش داخلة بتحاولي تعشّقي ومش عارفة تعشّقي لإن المكان ضيّق عليكِ، أو بالعكس المكان واسع جدًا وأنتِ إيه ده، طب باتزحلق كده، باطلع كده، لأ باسكن إليها. أوكي. اللي هو كنت أسمع الأجانب يقولوه feeling home. آمم، كان بيلفت انتباهي بالذات قصص الرجال لمّا يقعدوا بالذات برّه يعني بيقعدوا فترة طويلة جدًا ويتعرّف على بنات كتير ومش عارفة إيه، وممكن يخشوا في relationships وبعدين تلاقيه اتجوّز، وخصوصًا كمان عارفة لو اتجوّز اللي هو عارفة لأ اتجوّز ودبلة وبتاع وعقد وكده. فإيه اللي خلّاك تتجوّز أخيرًا؟ يعني إيه اللي خلّاك طب ما أنت كنت بتتعرّف على دي، بتتعرّف على دي وممكن تتجوّز جوازة مش رسمي. فيقول لك لأ دي I feel home معاها. فأنا بالنسبة لي اللي هي لتسكنوا إليها دي، باحس إن ده بيتي، هنا، تمام. كcoach حسام يقول لنا بتركن هنا. فأنتِ بقى الدنيا والحياة والstress والضغوط عايزة anti stress قوي جدًا، فعّال جدًا، بيشتغل على مليون حاجات في الanti stress يقول لِك اشتغلي على حاجات كتير أوي mentally physically العبي رياضة، mentally مش عارفة طلّعي الأفكار اللي في دماغِك، emotionally طلّعي المشاعر الصعبة اللي بتحسّي بيها، عايزة حد يعمل لِك بقى anti stress من كل الجوانب في dose واحدة أو في حاجة واحدة، في كبسولة واحدة، زوج أو زوجة لتسكنوا إليها، تروح كُلّه بقى physically mentally زي ما قُلنا socially emotionally. بس أي زوج لأ، اللي يكون لك زوج فعلًا، لو أنت الإيد اليمين يبقى الإيد الشمال اللي هنا، أوكي. لو أنت القمر يبقى الشمس اللي هتدّي لك النور عشان تنوّر تبقى قمر، أوكي. ف فالفكرة دي، ودي بتبان من الخطوبة، بتبان عارفة لمحة كده، اللي هو فكرة إن أنا بتحس معاه بإيه، بتحسّي معاه بإيه حقيقي، مش بتحسّي معاه بإيه اللي هو الغرام والpassion وعشّني في مكان غالي وجاب لي ما أعرفش هدية إيه وهي بتقول لي كلام حلو بتقعد تبعت لي رسايل كل يوم مش عارفة إيه، لا، لأ، بتحسّي فعلًا معاه بإيه. خلّصت القعدة، مشيت، إيه الإحساس اللي هو سايبه معاكِ؟ سايب معاكِ إنّك هادي، متطمّن، أنا كنت مرتاح في القعدة دي، والّا سايب معاك إنه لأ، أنا مش مرتاح، أنا قلقان، أنا استفزّيت، أنا اتجرحت لمّا سمعت الكلمة الفلانية، أنا حسّيت إن حد بيخترق حدودي، فحسّيت باتهدِّد. هل ده فعلًا أنت شخص مرتاح معاه؟ فكرة حقيقي إن أنت تسأل نَفْسك من قبل الجواز، أنت بترتاح لمين في العموم، والناس دي مواصفاتهم إيه، وممكن ترجع تزوّد المواصفات دي في الcard بتاعتك، ولمّا تقابل حد فعلًا، بُص على المواصفات وبُص برضه على إحساسك وشعورك بالراحة ده موجود والّا لأ، لو موجود، موجود ليه؟ ما تقوليش موجود عشان خاطر العزومة، العزومة دي مش حاجة في البني آدم، العزومة دي المكان نفسه، يعني أنتِ لو رُحتِ المكان ده مش معاه، هتحسّي نفس الشعور، لو رُحتِ المكان ده مع صاحبتِك، هتحسّي نفس الشعور، لأ في هو، إيه اللي هو عمله أو قاله ريّحك، أوكي، ولو أنت حسّيت بإن أنت مش مرتاح، مش مرتاح ليه؟ إيه اللي عمله أو قاله ما ريّحكش؟ وتعالَ نشوف، وإزاي ده يأثّر في الاختيار بتاعِك. جميل أوي، أوي، أوي تعليقِك يعني بُصّي let me build on what you said about فكرة النَفْس وفكرة السَكَن. أنتِ وأنتِ بتتكلمي جات في بالي برضه الآية اللي هي فألهمها فجورها وتقواها. فهي لو بنتكلم على من أنفسكم برضه again يا جماعة ده تحليل شخصي again مش يعني برضه مش حاجة أنا مش بافسّر القرآن آخر حد يتكلم في الموضوع. بس لو إحنا نَفْسنا تقدر تمشي كده وتمشي كده،
we do need when it comes to حاجة زي marriage أو friendships بالذات، لو بنتكلم أو في أي حاجة في العلاقات ده، كل ما العلاقات بتقرب قوي، ولو بنتكلم زي ما بنتكلم دلوقتي على البارتنر، فاحنا محتاجين حد عارفة، لو ههرب منك ليك، اللي هو الشخص اللي يبقى حلو to envision the life with في ال good sides and at the same time you have to feel الحتة التانية بقى السكن في ال bad times. ما هو ما ينفعش هو فجأة you bail on the person or he bails on you. ما ينفعش لما اقع يبقى هو ده الكرباج. ما ينفعش ان في اللقطات اللي مش لطيفة يبقى مش هو ده السورس اللي انا بفكر لان انا اروح اسكن اليه او ان هو يروح يسكن اليها. ف حاسه فعلا استحضار الروح بالبرسبكتيف ده، ودايما فعلا نخلي البوصله بتاعتنا ربنا، وازاي نتقي الله في بعض، وازاي نعين بعض على ان احنا نوفركم التشالنجز، والاحسان والرحمه والتواضع والحاجات دي كلها حقيقي بتاخد اي ريليشن شيب من حته لحته تانية. ف it's not about الهاو، لان الهاو سهله تتغير، هي زي ما انت قلتي بالظبط it's about الوات and الواي اللي بيشكلوا الجيرني. والهاو بقى دي هنلعب فيه طالما زي ما انت قلتي في alignment، وعملنا اللي خدنا بالاسباب، وعملنا اللي علينا و... وحطينا كل الكلام ده في ايد ربنا بقى، ومشينا خدنا الخطوات في الاتجاه ده. thank you جدا 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 يا سارة بجد. that was very rich، و I hope كل الناس تستمتع بيها، انا شخصيا استمتع بيها جدا جدا يعني. يس كلامك ده عارفه خلى يعني حسيتي بتكملي الايه، ما كنتش هكملها عشان اختصار، بس حضرتك كملتي الايه لان هو بعدها وجعل بينكم موده ورحمه. فبعد بقى الجواز تيجي الموده والرحمه. بصي دورت فيها معاني كتير جدا، سمعت من ناس كتير قوي، بس في معنى انا ارتحت ليه. فكره انه المودة هي الحب أو والحب هو أصلا كل المشاعر الحلوة في الوقت الحلو. يعني سهل جدا أنا لما أكون مبسوطة، أوكي، أشاركك مشاعر حلوة وأقول لك كلام حلو وأجيب لك هدية وبتاع، فده المودة. أوكي. طب ما إحنا بعد الجواز هتيجي أوقات صعبة زي ما قلتي، الأوقات الصعبة بقى أنا بشوف إن الحب في الأوقات الصعبة هي الراحة. ف... ففكرة إنه هل أنا بقى وأنا متضايقة وغضبانة اقدر برضو لما اشوفك جبت الاكل وانت جاي اقول لك شكرا. اقدر وانا متعصب وعلى اخري واشوفها وقفت وطبخت لنا اقول لها تسلم ايديكي. هنا بقى الرحمه. اقدر اشوفها لما اتكسرت منها الكوبايه، معلش ما هي مضغوطه طول اليوم، فمعلش هوني عليكي واساعدها واشيل الحاجه، اقدر ارحمها. وهي على نفس العكس. واخرها بقى تفكروا بقى، تفكروا في البروسيس كله طبعا بقى الجواز ده حوار طويل بقى، ده عايز له حلقة لوحده بقى. يس يس ثانك يو. لا والله بجد فعلا، بس يعني هوبفلي احنا ادينا بيتس اوف بيسز، وعملنا مايند ماب اهو، وحطينا اسئله وحاجات ممكن يتعاملوا معاها بطريقه فيري براكتيكال. ويا جماعة again احنا الحلقة دي مبنية على الحلقة اللي فاتت which is فكرة again الفريندشيبس، فاحنا ممكن ناخد نفس الكونسبت ونشوف حتى في اختياراتنا لصحابنا، للدوائر القريبة. اه لو احنا امهات ازاي نساعد ولادنا يختاروا بيزد اون ايه، هتلاقوا نفس الكونسبت، بس بنغير بقى بدل ما هيبقى بارتنر طبعا مع اختلاف الاحتياجات دي طبيعي، كل علاقة زي ما شرحنا الموضوع هيبقى بقى نشوف الفاليوز بتاعتنا ومحتاجين ايه، وشكل الصداقات اللي لازم تبقى عامله ازاي. فطبقوا نفس الكونسبت هتلاقوا ان شاء الله فكرة الاختيار ك يعني process متشابهة، بغض النظر بقى طبقناها في ايه. thank you ليكو، thank you ليك يا سارة جدا جدا، نورتينا، و thank you so much for your time و for your علم، ربنا يجعله علم ينتفع به ويستخدمك ولا يستبدلك يا روح. I think it's سارة انتي الخط قطع، انت لسه معانا؟ يا سارة شكل حصل disconnection في آخر لحظة. طيب هو احنا عامة كنا وصلنا اصلا كده كده، انا كنت بس يعني نفسي اسلم عليها، ممكن يكون حصل مشكلة في النت، بس يعني هشكر يعني. طيب هي حصل لها ديسكونكشن يا حرام. طيب ثانك يو يا جماعة بجد، ويا رب تكون الحلقة كانت مفيدة، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة تانية مع برنامج خط مستقيم. السلام عليكم.